تخيل معايا يا صديقي يتم خيانتك من اقرب الناس ليك، الناس اللي فضلت طول حياتك تحميهم، جنودك اللي ظرفوا الدماء لاجل مجدك تخلوا عنك وطعنوك في ظهرك، ولم يتبقى لديك الا طفل صغير، ومش اي طفل، لا ده جواه اعظم كارثه في التاريخ. يا حلاوه، ده شكل الحوار هيبقى كبير. فيا ترى هل بطلنا هيسكت على خيانته ويربي الطفل الملعون ده، ولا هيشعل فتيل الحرب ويقضي على الجميع؟ لكن قبل ما نكمل يا صديقي، ما تنساش اهم حاجه الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وعايز اقول لكم على حاجه كده، احنا دلوقتي الحمد لله الجيش بتاعنا وصل ل 50,000 مشترك، وقلت عايز اعمل معاكم تحدي صغير كده. اول ما الجيش يوصل 60,000 هنزل لكم قصه جامده قوي عمركم ما شفتوها قبل كده، حرفيا عظمه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. انا كنت عايز اعملها بس قلت اشيلها لحد ما نوصل للتحدي ده، فاستعدوا للانمي ده لانكم هتتصدموا من جمدانه. والان هيا بنا نبدا في سرد الحكايه. بتبدا قصتنا في مملكه التنين، وبنشوف الامير تشياو الوريث بتاع المملكه دي كان عايز يروح البوابه الشماليه عشان يقابل اخوه، لكن الحارس بيحاول يمنعه لان المكان بقى خطير جدا دلوقتي، والمفروض اصلا يهرب من المملكه بعد المصايب اللي حصلت. بس تشياو رفض، كان عايز يشوف اخوه باي باي طريقه. فالحارس اداله كارت كده هيساعده يدخل ويخرج من المملكه من غير اي مشاكل، وبعدها بيسيبه وبيمشي. فتشياو بيكمل طريقه لحد ما فجاه اخوه باي بينادى عليه، فالواد اتصدم انه سمع صوت اخوه بيتحرك ناحيته وهو فرحان، لكن هوب الرمح بيتغرس في قلبه. حتى انت يا اخي العزيز جاءني الغدر من الشخص الوحيد الذي لم أتوقعه منه. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ فأنت أقرب الناس إلى قلبي. لكن باي كان بيكره أخوه، شايفه ما يستحقش يكون الوريث للمملكة، وتشياو كان مصدوم ومش مصدق إن أخوه خانه هو كمان، فبيتعصب وبيخطف منه الرمح وبيهجم عليه، بس الواد بيتفاداه. بعدها باي بيفعل طاقة التشاكرا وبيسحب الرمح هو كمان، وبيقول له أنا آسف بس أنت لازم تموت عشان المملكة تفضل موجودة. لكن تشياو مش بيخليه يكمل وبيهجم عليه، وبيتبادلوا الضربات، ضربة من هنا على ضربة من هنا، لكن تشياو مش بيقدر وباي بيرجعه لورا، لكنه مش بيستسلم وبيهجم تاني. لكن ساعتها هوب باي بيجرحه في وشه وبيخلص القتال، بيقول له لسه زي ما انت ما اتغيرتش، على طول بتهجم زي الغبي وفاكر ان كل مره هتسلم الجره. لكن انا مش اي حد يا تشياو، المهم انا هعتبر انك ميت وهيتعمل لك جنازه كبيره، بس لازم ما تستخدمش اسمك ده تاني في المستقبل عشان ما تتكشفش، وهسيبك تهرب لمدينه لينجشان وتعيش هناك. بس تشياو بيتعصب وبيحط الرمح على رقبته، بيقول له بشكرك يا جلاله الملك على عفوك ده، بس اعرف ان انا من النهارده متبري منكم، وانسى انكم كنتوا تعرفوا حد اسمه تشياو. وبعدها سابه ومشى، وساعتها بيجي مساعد باي وبيقول له لو الملوك عرفوا انك سبته يهرب هيتعصبوا قوي، لكن باي قال له ما تقلقش، كده كده لما يطلع من المملكه هيموت على طول، وده بسبب الاعداء اللي مستنيين يقتلوه في اقرب وقت. وطبعا يا صديقي انت مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، فتعالى بقى افهمك. في وحش مرعب كده اسمه كويبا بيتولد كل كام سنه، وبمجرد ما بيظهر العالم بيتخرب وكل حاجه بتتدمر. لكن في الفتره دي من الزمن كان في امير قوي ادى للناس امل انهم ممكن يقفوا قصاد الكويبا، والشخص ده هو تشياو، الامير اللي من قوته كان مرشح انه يحكم الممالك ال11، وبسبب ده الملوك خافوا منه فعملوا مؤامره ضده وخلوا الكل ينقلب عليه ويخنوه. ومش بس كده، دول حبسوه وفضلوا يعذبوا فيه باقصى انواع العذاب، وطبعا اخوه استغل ده عشان يبقى الملك بتاع المملكه، وحتى حب حياته هي كمان اتخلت عنه وما قدرتش تساعده. وساعتها تشياو ساب البلد وكمل رحلته لوحده، ومن وقت للتاني كان بيظهر اعداء كتير بيحاولوا يقتلوه، لكنه فضل يدافع عن نفسه للنهايه. وبعدها اختفى لمده 30 سنه ومحدش عارف عنه اي حاجه. وبعد 30 سنه كده بنشوفه بعد ما عجز وشاب، والناس كانوا مسمينه الشيخ لونج، بس الكل كان بيخاف منه وبيتجنبوه ما عدا واحد كده كان جايب له رمح جديد، وبيتضح انه زي جاسوس كده بيعرفه اخبار المملكه. قال له ان باقي الفتره دي في واحد كارهه جدا وبيتحداه، والشخص ده هو نائب التحالف الاجنبي. وبينما هما بيتكلموا لاحظوا ان في 2 مركزين معاهم، بس اول لما بصوا لهم بعدوا. وقتها تشاو بيسالوا عن الكويبا اللي المفروض ظهر في مدينه لينجشان، فعايز معلومات اكتر عن الحوار ده. بعدها بيروح الغابه يلقط رزقه، واثناء ما هو ماشي هوب سيف طاير بيقطع له السله اللي كان ماسكها، وبيظهر 3 من الجواسيس قصاده، بس الواد عرفهم انه مش عايز مشاكل وممكن يدفع لهم فلوس ويرجعوا مكان ما جم. لكن ال3 رفضوا والقائد بيهجم عليه، بس تشاو سحب السيف منه، وساعتها ال2 اللي معاه بيهجمهم هم كمان، بس تشاو بيصد الهجوم وبوم بيقطعهم لاشلاء. الله عليك يا ابني الحلاوه دي. بعدها بيكمل طريقه ولا كأن حاجه حصلت. بعد شويه كان دفن الجثث وواقف زعلان لانه مش عايز يقتل حد، بس الجاسوس بتاعه عرفه انه لازم يدافع عن نفسه والا هيموت، وعشان كده تشاو بقى مضطر يقتل اي حد يقرب له. بعدها بيرجع بيته ولقى هناك خنجر متثبت وراه رساله، وساعتها بيحس بحد وراه فبيسحب سلاحه بسرعه، والشخص ده كان متشعلق في السقف وبيراقبه، وتشاو ما كانش عارف يحدد مكانه، وهوب بيهجم عليه بس تشاو بيقطعه بسرعه، وبيتضح انه مجرد طائر، لكن في حد كان فعلا بيتحرك حواليه بسرعه مرعبه وما كانش عارف يحدد مكانه.
لحد ما فجاه الشخص ده بيظهر، والغريب انه كان عيل صغير. يعني الرعب والاكشن ده كله من الزبله ده. المهم بالليل كان نايم في امان الله، وساعتها بيحس بحد في اوضته. مش هنخلص بقى. وبيظهر الواد الصغير، وما كانش لوحده المره دي، ده جايب معاه واحد يقتل تشياو. والواد اصلا بيتصدم لما لقاه ماسك سيف وما كانش فاهم حاجه، عكس تشياو اللي كان عارف انه جاي يقتله، فخبى الواد وراه. والشخص ده طلع قنبله كده ورماها في كل مكان في الاوضه، وفجاه بيطلع منها صدى صوت قوي جدا، وده شتت تشياو اللي ما قدرش يتحرك. والقاتل استغل ده وبيهجم عليه عشان يقتله. ولما الطفل حاول يحميه، الواد بضربه لزقه في الحيطه، لكن ساعتها تشياو بيفوق وبيصد ضربته، بس في حاجه بتجمده مكانه. والقاتل استغل ده وكان هيقطع رقبته، لكن هوب بطيخه بتلبس في وشه وبتجيب اجله، وبيكون الطفل اللي رماها عليه عشان ينقذ تشياو. وطبعا الواد كان خايف وافتكر انه قتل الراجل، لكن تشياو طمنه وشكره انه انقذ حياته. وبعدها راح يفتش القاتل، والطفل بيقول له انا اسف والله ما اعرفش انه كان عايز يقتلك، هو قال انه صاحبك وعايز يشوفك. وقتها تشياو بيطلع ورقه من جيب القاتل عليها صورته، وبيتضح ان في مكافاه على راسه. بعدها بقى بياخدوا الجثه عشان يدفنوها. وفي الطريق كده تشياو بيسال الطفل عن اسمه، لكن الواد ما كانش ليه اسم ولا يعرف حاجه عن نفسه. بعدها بيرجعوا البيت، وتشياو بيقول له ليه بتيجي تضايقني كل شويه؟ فقال له من ساعه ما جيت البلد وكله كان خايف منك ومعتبرينك قاتل، فقررت اتحداك وتاكدت انك راجل عجوز وطيب. المهم بقى بما ان الواد يتيم وملهوش بيت، فتشياو قرر يعيشه معاه. والواد كان فرحان جدا بدل ما كان بينام في الشارع. بعدها الواد لاحظ ان عيون تشياو مش بتتحرك زي ما يكون اعمى، ودي الحقيقه يا صديقي. تشياو مش بيشوف، بس باقي حواسه قويه جدا، عشان كده دايما حاسه السمع عنده شغاله وبيحدد مكان خصمه. وتشياو قال له انت بتبات في الغابه مش كده؟ كان في وحش صغير زيك اسمه لين، عمري ما عرفت اصطاده، فهسميك على اسمه، ومن النهارده اسمك لين. ومن وقتها يا صديقي تشياو بقى ابو لين، وعمل له اوضه في بيته وجاب له العاب وكان بيهتم بيه، وكمان كان بياخده يدربه على الصيد والقتال. بعدها بياخده على مكان زي الجسر، وبيبدا يشرح له تقنيه التشاكرا، والتقنيه دي هتساعده يحس باي حاجه حواليه. وبيبدا يرفع ايده والواد بيقلده، فتشياو عرف ان كل ما كان اقوى كل ما يحس بالتشاكرا بشكل اسرع، ومن خلالها يعمل اهتزاز قوي في المكان. وبعدها بيفعل التشاكرا والواد بيراقبه وهو مظلوم، وبيحاول يجرب هو كمان، والصدمه انه نجح من اول مره. يا حلاوه. تشياو كان مصدوم وبيطلب منه يعيدها، وفعلا الواد بيستعد وهوب بيزلزل المكان كله، لدرجه ان تشياو اترعب من القوه اللي جواه، وساعتها عرف انه مش طفل عادي لا. بعدها بيرجعوا على البيت، وتشياو بيقابل الجاسوس اللي كالعاده بيحكي له عن اخبار المملكه، بس المره دي تشياو ما اهتمش. فالواد قال له ممكن ندفع فلوس لواحد يراقب باي، انا سمعت انه بسبب التحالف هيضطر يسافر كتير. لكن برضه تشياو ما اهتمش وما بقاش عايز يعرف اي حاجه عنهم، وكل همه دلوقتي انه يهتم بالطفل لين. وبالليل كده بينيمه على السرير، وبياخد الرساله اللي متعلقه وبيطلع يقعد مع نفسه. بيفتكر كلام اخوه زمان اللي قال له مستحيل اسيبك وهفضل معاك للابد، ولا شعبه اللي كانوا بيحبوه بيدعموه دايما، بس دلوقتي ما عندوش حد غير لين، عشان كده رمى الرساله. لكنه فجاه حس بقوه مظلمه في المكان، وساعتها بيلاقي دخان احمر طالع من بيته. ولما دخل اتصدم من اللي شافه، طاقه مرعبه كانت بتطلع من جسم لين، وساعتها عرف ان لين هو المضيف الجديد للكويبه. فالواد كان مصدوم ومش عارف هيعمل ايه، لكنه ساعتها بيفتكر لما اجتمع مع الملوك عشان يلاقوا حل يخلصوا بيه من الكويبه، وعرف ان القوه الشيطانيه بتاعت الكويبه بتتفعل في البيئات القاسيه. والمشكله ان المضيف الجديد بيفقد السيطره تماما على وعيه لما القوه بتتفعل، وصاحب الجسم الاصلي ما يقدرش يتواصل مع الكويبه، وده معناه اننا ما نقدرش نتوقع التصرفات اللي هيعملها لما الكويبه يسيطر على جسمه. عشان كده الحل الوحيد هو تدميره. وساعتها تشياو خد لين بسرعه ورماه في النهر، طبعا ما قدرش يقتل طفل صغير زي ده، فعشان كده قرر يربيه ويخليه يسيطر على القوه دي. وبعد حوالي 10 سنين كده بنشوف لين بعد ما كبر وهو محبوس تحت الميه بسلاسل تقيله، وبيفتكر كلام تشياو وتدريباته طول السنين اللي فاتت، وفجاه عيونه بتحمر وجسمه بيطلع منه طاقه مرعبه. بنسيبه بقى وبنروح لاحدى المنظمات كانت بتراقب كل اللي بيحصل وبيدوروا على كويبه في كل مكان، لكنهم ما كانوش عارفين يحددوا مكانه، وده لان نبضه بقى ضعيف جدا من سنين بعد ما اختفى في ظروف غامضه. وطبعا اختفائه ده مقلق الكل. بنرجع بقى لتشياو اللي كان قاعد قدام النهر، وبوم بيحصل انفجار قصاده، وبيطلع لين بعد ما يقدر يكسر السلاسل ويكسب الاختبار كالعاده. لكن تشياو عرفه انه كذاب وبيقول له فين المفتاح، بس لين بيقول له يا عم انا كسبت الاختبار، بتسال عن المفتاح ليه دلوقتي؟ وبيتضح ان السلاسل دي تشياو عملها مخصوص عشان يختبر لين، اللي في كل مره بيفتحها بالقوه من غير ما يلاقي المفتاح. لكن تشياو كان عايز يستخدم قوته الحقيقيه ويشغل دماغه، يعني مش مجرد عضلات وخلاص. المهم بعد شويه ابطالنا بيروحوا السوق، ولين كان زي تاجر كده بيلف على الناس يبيع بضاعته والكل كان بيحبه، عكس تشياو اللي كانوا بيخافوا منه. وفي مكان تاني كان في طفل بيبص لامه بخوف، والغريب ان الوليه جسمها بيتحول وبيطلع منه حاجات غريبه. بس خلونا نرجع للواد لين اللي كان بيراقب اب بيلعب مع بنته، وطبعا الواد يتيم وحتى تشياو ما دلحوش كده وهو صغير، لكن تشياو ما اهتمش وقال له خد البتاعه دي حطها على عينك، وصعب الاختبار عليه اكتر وجاب له فاكهه كده وقال له فعل طاقتك وما تخليهاش تنفجر منك. بس المشكله ان الفاكهه دي طريه جدا واي حاجه ممكن تفجرها، وطبعا ده مستحيل على لين لانه بيستخدم طاقه التشاكرا واللي بتخلي قوته اكبر بكتير. لكن ساعتها تشياو رماها في السماء ونزلها على ايده من غير ما تنفجر، وطبعا الواد بيتصدم، وتشياو عرفه انه لو عايز
عايز ما يكسرهاش، لازم يتحكم في قوته كويس ويعتبرها كانها حاجه غاليه على قلبه. وبالفعل لين قرر يجرب وتشاو بيغطي عينه وكمان سابه يمشي لوحده، بينما تشاو بيرجع البيت لكنه بيقف فجاه لما بيحس ان في حد بيجري ناحيته، بس طلع حد يعرفه واسمه مينج، جاي يعرفه انه دلوقتي على قائمه المطلوبين ولازم يهرب من البلد بسرعه. ومش بس كده، ده في طاعون انتشر في البلد بسبب الكويبه ووصل حتى للقريه هنا. لكن ساعتها تشاو بيسمع صوت جوهره غريبه فبيقول له ايه اللي معاك ده، فعرفه انه واقي من العدوى واغلب الناس لابساه دلوقتي، وكمان بيكشف مكان الكويبه. وطبعا تشاو بيقلع على لين وقبل ما يتحرك بيحس فجاه بتعب شديد وبيقع على الارض، وبيتضح ان هو كمان اتصاب بالمرض. وفجاه بيظهر قصادهم ناس من اهل القريه متصابين بالطاعون هم كمان، واللي كان جايبهم واحد اسمه هويا، جاي عايز ياخد تشاو عشان يساعده يتحرك ناحيه الحدود يمكن يهربوا من الطاعون. بس مينج رفض يتحرك، خاصه ان هويا عايز مصلحته مش اكتر. وساعتها تشاو حاول يقاوم لكن مجرد ما استخدم قوته المرض انتشر في جسمه اسرع. وقتها مينج بيوقفه وعرفه ان التشاكرا هتزود انتشار المرض، فلازم يسمعوا كلام هويا ويوصلوا للحدود، وبعدها بقى هيتصرفوا ويهربوا منه. وفعلا تشاو وافق بس قبلها بيرسم رمز على الارض، وده عشان لين لما يوصل يفهم اللي حصل. وبعد شويه بنروح للين اللي كان ماشي على مهله وهو لسه مغمى عينه، لكنه فجاه بيسمع صوت حيوان بيتحرك بسرعه مخيفه ناحيته، فالواد اترعب وما كانش عارف هيعمل ايه. بس فجاه بيظهر واحد قصاده وبيضرب الوحش، وطبعا الفاكهه وقعت من لين واتفجرت، فبيعتذر له عن ده وبيسيبه وبيمشي. والغريب ان هو كمان كان بيستخدم التشاكرا، وده خلى لين يشك فيه، فبيرجع بسرعه على البيت وبيدور على تشاو في كل مكان لحد ما لاحظ الرمز اللي على الارض، فبيجري في الغابه بسرعه. وبيتضح ان زمان تشاو رسم له الرمز ده وقال له لو في يوم رجعت للبيت وما لقيتنيش ولقيت الرمز ده لازم تهرب من البيت باقصى سرعه، وهتلاقيني سايب لك فلوس كتير تحت الدولاب تاخدها وتهرب واوعى ترجع تاني. وطول السنين دي لين ما كانش يعرف مين عدو تشاو وليه هربان وله اعداء كتير، فعشان كده بيقلق عليه وبيجري يدور عليه في الغابه. وبنروح لتشاو اللي كان هو وكام واحد من القريه ماشيين على الجسر مع جنود هويا لحد ما فجاه بيقف قصاده لين اللي رفض يتخلى عنه. فهو قال له يا اهلا يا اهلا، الحق يا تشاو ابنك جاي يودعك بنفسه، بس لازم تمشي يا لين بدل ما اقتلك، روح دور على الكويبه وانا هرجع لك ابوك. وقتها الناس اللي معاه العدوى بتزيد عليهم، فالحارس قال له لازم نتحرك والا هيموتوا. والصدمه ان هو ناوي يستخدم الناس دي كطعم لما يظهر الكويبه عشان الكويبه يتشغل بيهم وهو يقدر يعدي من الحدود. لكن لين كان رافض يتحرك من مكانه وعايز ياخد تشاو معاه، لكن تشاو لاحظ ان في ناس بتراقبهم ولو ما مشاش هيموت، فقال له يا ابني امشي من هنا وافتكر اللي قلته لك. لكن الواد رافض يتحرك من مكانه. ساعتها هو بيستعد عشان يقتله، لكن لما استخدم قوته الجسر بيتهز والناس العدوى بتزيد عليهم. وطبعا لين عرف ان الوضع خطر ومحدش من المرضى هيعرف يتحمل هجوم هويا، فعشان كده قالوا انا بتحداك تيجي تقتلني بعيد عن الجسر، ولو انا اللي فزت هاخد الناس دي، ولو انت فزت هسيبك تاخدهم وتمشي. وطبعا هويا اتريق عليهم فكروا عيل كحيان، اصل مستحيل واحد زيه يقدر يهزم هويا زعيم الشرق والغرب، فعشان كده بيقبل التحدي. وما اداش الواد فرصه حتى وهوب بيهجم عليه وقعد يضرب فيه. ولما تشاو حاول يساعده للاسف المره اتشد عليه اكتر. وقتها مينج عرفه ان لين مش مهم لدرجه انه يخاطر بحياته عشانه، ده غير انهم طول السنين اللي فاتت طلع عينهم عشان يوصلوا للحظه دي ويرجعوا للمملكه. بس تشاو معتبره ابنه الوحيد وعايز ينقذه باي طريقه، لكن للاسف المرض عجزه. بينما لين بيحاول يصد هجمات هويا وفعلا قدر يمسكه وبيطيره، لكن الواد اقوى منه وبيمسكه بالصخره وبيلزقه في الحيطه. وساعتها لين قرر يركز وبيفتكر كلام تشاو وتدريباته طول السنين اللي فاتت، وفعلا الواد بيفوق وبيمسك السلاح وبيطلع التشاكرا وبيضربه بيها وبوم بيلزقه في الصخره. ساعتها هو بيتصدم من قوته وبيقول له لو قتلتني كل اللي وراك دولت هيموتوا. وطبعا الواد اترعب على تشاو، بس هو يعرفه انهم لازم يضحوا بحياه الناس دي عشان تشاو يعيش. لكن لين ما صدقهوش وجرى على تشاو اللي المره كان اتمكن منه وبيتكلم بالعافيه. لكن في اللحظه دي الشمس بتطلع وتاثير العدوى بيخف، وساعتها هو وجنوده بيرموا اسلحتهم. فتشاو قال لهم خلينا نتحد ونكون ايد واحده وساعتها هنقدر نقف قصاد عدونا الحقيقي. وبعد شويه لين بيرجع البيت وهناك بيقابل الجاسوس واللي كان اسمه ماكس، واللي عرفه ان في مجرم هربان قلب الدنيا الفتره دي واسمه تشي، وده شخص مهووس بالتكنولوجيا. وفي نفس الوقت ده كان في تاجر سلاح في بلد اسمها كيسكا، والكل كان بيترعب منه بسبب سمعته الوحشه. كل البلاد عايزه تخلص منه وحاليا متخبي في قريه اسمها لينجشان. ومش بس كده، ده واخد الجبل الغربي وبنى كهف وعاش هناك، وطبعا محدش يقدر يهوب على منطقته. وبنروح بقى لتشياو اللي كان تعبان ونايم على سريره، والواد مينج جايب له شويه اخبار الا وهي ان كل البلاد اتصابت بالعدوى دي وبينتشر في كل مكان ما عدا منطقه تشي اللي في الغرب. وطبعا لين هو كمان عرف بده وكان عايز يروح يخلص من الواد ويحمي اهل القريه،
لكن ماكس عرفه ان تشي مش سهل، والكهف بتاع حواليه فخاخه قد كده ومستحيل حد يخرج ولا يدخل بسهوله. ده غير ان الاشاعات حواليه كتيره، زي انه بيصنع اسلحه مرعبه جوه الكهف وبيخطف الاطفال وبيعذبهم، خاصه ان الناس دايما بتسمع صوت عياط اطفال جاي من الكهف. بنرجع لتشياو وبنلاقي مينجي بيحاول يهديه وعرفه ان مش معنى ان مفيش مصابين هناك يبقى مكتشف طريقه علاج، بس بعدها بيفكر شويه وبيقول له بس اللي سمحته ان الطاعون اللي صاب الكل له علاقه بالكويبه. وتشي قعد سنين طويله يدرس كل حاجه عن الكويبه، وطبعا تشياو مرعوب عايز يشوف اي حل قبل ما لين يتصاب بالعدوى، وفي نفس الوقت مش عايز يروح الكهف ده لوحده، ولين اصلا كان عايز يروح ويعرف طريقه العلاج عشان ينقذ تشياو. وماكس بيفهمه ان تشياو مصاب ومش حمل منهده، ده غير باقي الشعب اللي اتصاب فمحتاجين يفكروا بهدوء عشان ينقذوا الكل. ومينجي بيطلع وعرفهم ان الوضع خطير، وتشياو كان خايف على لين ومش عايز يروح الكهف، لكن للاسف لين الوحيد اللي هيقدر ينقذ المصابين. وبالفعل الواد خد قراره وقال لهم خلوا بالكم العجوز اللي جوه، انا هروح اجيب العلاج او لو اضطريت فهقتل الشخص ده ونقعد هناك مكانه. وبنروح بقى للكهف وهناك بنلاقي طفل بيعيط وفي واحد بيحاول يسكته لحد ما بيسمع صوت الانذار فبيسيب الطفل. والغريب انه ما كانش بشري، ده كان شبه الروبوت ووشه متكسر. وبيتضح يا صديقي ان ده تشي اللي عامل رعب للناس، والانذار عرف ان حد قريب من منطقته، بس الواد كان واثق انه مستحيل يوصل للكهف مهما حصل، وده لان الفخاخ كتير ومستحيل يفضل عايش اصلا. وبنروح لبطلنا اللي قدر يوصل لبوابة الكهف، واول لما دخل البوابة اتقفلت وراه، لكن الواد ما اهتمش وكان عايز يحدد اماكن الفخاخ، وبالفعل قدر يحددهم وحاول يتخطاهم، لكن هوب اسلحة كتيرة بتطير ناحيته من كل مكان، بس الواد بيتفاداهم، لكنه بالغلط داس على فخ تاني وفجأة سام بتترمى عليه من كل مكان، بس لين كان جامد وبيتفاداهم كلهم، لكن بوم فخ تاني بيلبس فيه فبيحاول يطلع منه بصعوبة. وتشي كان بيراقبه وهو مبسوط وواثق انه مستحيل يتخطى كل الفخاخ، لكن فجأة بيجيله انذار ان الكويبة في المكان، فالواد ما كانش مصدق انه ظهر بعد السنين دي كلها، وبيجري بسرعه بيبدا يجهز كل الفخاخ وانظمه الامان، وبوم انفجار قوي بالحته بتتكسر، والواد كان مرعوب ومش شايف حاجه من الضلمه، وفجاه بيلاقي لين واقف وراه وبيقول له ازيك يا صاحبي. وتشي ما كانش عارف الواد اتخطى كل الفخاخ امتى، والاهم الكويبه ما ظهرش ليه، ولا يمكن الواد اللي قصاده ده هو نفسه الكويبه، فبيقول له انت اصغر بكتير من اللي كنت متوقعه وكمان بشري، لا غريبه دي. بس لين ما كانش فاهم هو قصده ايه، فبيعرفه انه عايز بس طريقه لعلاج الطاعون، وده عشان ينقذ تشياو واهل قريته، وبالنسبه للانفجارات والخراب اللي عمله هيرجعه تاني ويصلح كل حاجه. وطبعا عمنا تشي جاله ايرور، مش فاهم الجدع ده عايز ايه وايه علاقته بالكويبه، وطبعا زي ما احنا عارفين ان لين ما يعرفش حاجه عن الكويبه، وساعتها تشي فكره عيل اي كلام وسهل يقتله ويخلص من الوحش اللي جواه، فبيقول له انت مين بقى وعايز ايه مني، فلين بيعرفه اسمه وبيقول له انا من قريه لينجشان، عايز طريقه لعلاج الطاعون اللي منتشر في البلد، وفي المقابل انا مستعد انفذ لك اي طلب تطلبه مني. وطبعا تشي كان بيخدعه وبيطلب منه يقعد على الكرسي ده، وده عشان يتاكد الاول هو كمان مصاب بالعدوى ولا لا، وفعلا لين بيصدقه وبيقعد على الكرسي، وتشي داس على زرار كده وفي مؤشر ابتدى يعد، وكمان بيسحب دم من جسم لين وبيحلل دمه وتاكد انه فعلا مرتبط بالكويبه، فقال اخيرا هعرف اقتل الوحش ده. لكن لين قال له شكلك مهتم بالكويبه، بس ده عنده 12 نواه شاكرا وصعب تهزمه. وقتها تشي بيستغرب وبيقول له انت مين قال لك عني وعرفك مكاني، وازاي اصلا مش خايف مني، هو مفيش حد قال لك ان محدش بيخرج من عندي عايش. بس لين ما كانش فاهم هو قصده ايه، وعرفه انه مستعد يعمل اي حاجه عشان خاطر تشياو، وعشان كده جيت لك عشان اخد الترياق. وفعلا الشي قال له استناني هنا وانا هجهز لك شويه ادويه هتفيده وممكن تخفف من المرض شويه. بعدها لين راح ناحيه الطفل واستغرب لما لقاه مش بشري، وقتها تشي بيتعصب وبياخده من قصاده بسرعه وبيقول له اياك تلمسه، لو الشخص اللي خاطرت بحياتك عشانه مهم بالنسبه لك فالطفل ده مهم جدا بالنسبه لي، وبالمناسبه لقيت دواء بس لازم اجربه عليك الاول قبل ما اجربه على المرضى. وفعلا لين بيقعد على الكرسي والمره دي كان بيتربط، وتشي بيديله الحقنه وقبل ما يكمل خطته فجاه المكان بيتفجر، ولما راح يشوف اللي بيحصل لقى هو ورجالته في المكان وبيحاولوا يدخلوا الكهف، بس تشي ما اهتمش وقال له اهم حاجه انك خدت الترياق ده هيحولك لشيطان مرعب هتدمر كل حاجه وهتكون تحت ايدي. وبيبدا يلعب في جهازه وفجاه بتظهر حاجه فوق لين اللي كان مرعوب، وتشي بيقول اخيرا خطتي نجحت، وبره كان هو ورجالته نازلين تفجير في الكهف وكان هيقع فوقهم، فلين بيحاول يفك نفسه بسرعه ويهرب من المكان قبل ما يقع. في نفس الوقت اللي الطفل بيقع وبيبدا يعيط، فتشي اضطر يروح له بس المكان ابتدى ينهار وما كانش عارف ينقذه، والجهاز بيبدا يطلع قوه غريبه. في نفس الوقت اللي لين قدر يفك نفسه ويجري قبل ما يتصاب، وكمان بيحمي تشي قبل ما الصخور تقع فوقه، وبياخده وبيخرجه من الكهف بسرعه. ولين لما لقى البوابه بتنهار بيرمي تشي بسرعه عشان يحميه من الموت وما اهتمش بحياته. وقتها تشي اتصدم من اللي الواد بيعمله، بعدها بيطلع من الكهف اللي انهار تماما وبيفتكر اللي حصل زمان لما كان بيصنع في جهاز كده وكان حواليه القاده اللي كانوا معتبرينه فاشل ومش هينجح في مشروعه. وبنعرف يا صديقي ان تشي وقتها كان دكتور شاطر جدا وكان بيحاول يصنع علاج بيشفي كل الجروح، وطبعا الملك كان عايز يستفاد منه ويستغل مهاراته، بس تشي ما كانش
كانش مهتم بكلامهم ومكمل شغل في الجهاز الغريب ده اللي ابتدى يسحب قوته من الجو، وفجاه بيدوس على زرار وساعتها الآلة بتقف. والغريب انه لما سمع كلامهم عن قتل الكويبه بالجهاز ده عرفهم انه للاسف الجهاز باظ والتجربه فشلت. وطبعا القائد اتعصب لانهم بقالهم ساعات مستنيينه، وفي الاخر بيقول لهم التجربه فشلت، وساعتها قرر يجرب بنفسه. وتشي كان بيحاول يوقفه والمؤشر بيتحرك بسرعه مرعبه، وفجاه الجهاز بيشتغل وهوب بيتفرتك والمكان كله بيتدمر. فالقائد قرر يعاقبه وياخد كل الاجهزه بتاعته. ومن بعيد كان في ست وابنها، ولما شافت فشل وسابته ومشيت، بينما الطفل فضل مكانه. والغريب انه كان شبه الطفل اللي شفناه من شويه، ولما شاف اللي بيحصل بيجري على تشي واللي بنعرف انه ابوه. وقتها الطفل بيقول له هو مين الكويبه ده، وليه كلكم عايزين تقتلوه حتى انت كمان. فابوه عرفه انهم عايزين يخلصوا منه لانه بيسبب الدمار في كل مكان، ولو مات كل حاجه هتتحل. فالطفل قال له انا واثق فيك انك هتنجح وتقدر تقتل الكويبه. وبننتقل لمشهد تاني للطفل وهو بيتسلق مكتبه ضخمه كده، لكنه ساعتها بيقع على الارض. فابوه بيجري بيه والواد كان متصاب اصابات خطيره، وبينما هو متألم بيقول له امتى يا بابا هتقتل الكويبه. بس تشي قال له يولع الكويبه واي حاجه تخصه، اهم حاجه انت دلوقتي اوعى بس تفقد الوعي وانا هنقذك. بس للاسف الواد ساعتها بيموت. وبنرجع للحضر عند تشي اللي بيقول اخيرا ابوك قدر يقتل الكويبه. طلع مش قوي زي ما توقعت وسهل يتخدع بالكلام، ده كان جاي يطلب مساعدته وما يعرفش انه يقدر يعمل اي حاجه بكل سهوله. الكويبه خلاص مش هيدمر العالم، اخيرا حلم حياتي اتحقق وخلصت عليه. بس ليه انا حاسس بالذنب بدل ما اكون فرحان. وفي الحقيقه يا صديقي لين كان صعبان عليه جدا، مش عارف ازاي الشيطان زيه عنده عيله واهل خايف عليهم، وكمان خاطر بحياته عشان ينقذهم، وفي الاخر هو تسبب في موته. والواد هو كان متعصب من لين عشان ما سمعش كلامه، وهو في الاخر مات. وبيدي اوامر لرجالته عشان يقبضوا على تشي ويجبروه يصنع الترياق. لكن فجاه بيظهر لين من وسط الحطام، وكان شايل الطفل وسط صدمه الكل، وبيدي لتشي وبيقول له ما قدرتش اخرج من غيره، ده ابنك الوحيد، وانت من النهارده صاحبي وهتساعدني انقذ اهلي زي ما انقذت ابنك. وبنشوف بعدها لين وهو واقف على البحيره، وساعتها بيشوف بنت جميله في المكان، ولين اتصدم وما كانش قادر ينطق من جمالها. لكن ساعتها البت مشيت، فالواد بيجري وراها وبيدور عليها في كل مكان، وبيلاقي زهر واقع على الارض في المكان اللي كانت واقفه فيه. وبعدها بفتره بنرجع لتشياو وبنعرف انه خف من المرض، وفعلا تشي ساعدهم وقدر يصنع ترياق لاهل القريه. وبيتضح يا صديقي ان الوباء اللي انتشر ما كانش بسبب الكويبه، لا ده كان في بشر وراه وهم كمان اللي عملوا السمعه الوحشه عن تشي. بس الغريب انه بيقول له انت متاكد ان لين طبيعي، لكن تشياو بيقول له حتى لو هو مصدر الوباء في العالم هعمل ايه يعني، هقتل ابني. وطبعا تشي قال له حتى لو مش هو، بس على الاقل عرفه حقيقته وانه جواه وحش مرعب. لكن تشياو كان عايز يفضل مخبي السر ده لانه لو انتشر اهل القريه مش هيرحموه، وعايز يخلي لين اقوى بكتير وله رجالته وجيشه، ويحكم اكتر من مكان عشان محدش يقدر يقف قصاده، وكمان يوحد لينجشان ويخلص من الاعداء اللي فيها. وفعلا تشي وافق على كلامه عشان اهل لينجشان يتجمعوا من تاني ويبقوا اقوياء بعد ما العالم كله اتخلى عنهم. وتشياو عرف انهم لازم يخططوا بتركيز عشان العدو ما يحسش بيهم، وبينما هم بيتكلموا وشافوا حد بيراقبهم فغيروا كلامهم بسرعه. وبعدها بيجي لين وهو مستغرب الحب اللي ظهر فجاه ده بعد ما كانوا مش بيطيقوا بعض، وبينما هم بيرغوا الواد بيبص للورد اللي في ايده وكان مركز فيه. ساعتها الاتنين لاحظوا حالته الغريبه، والواضح ان المعلم وقع في الحب، فعرفهم ان شاب بنت حلوه وعجبته لكن ما عرفش يوصل لها، كانت واقفه في الغابه من ناحيه قريه المصاب. فساعتها وعدوه يدوروا عليها، بس لين كان خايف يروح القريه دي، لكن تشاو طمنه قال له انهم هيحاربوا كل القرى لحد ما يوصلوا للبيت دي. وبالفعل يا صديقي ابطالنا وبعض الجنود دخلوا في حروب كتيره وضموا قرى كبيره تحت حكم لينجشان. وبعدها بنعرف ان لين قلب الدنيا على البت لكن ما قدرش يوصل لها، بس تشاو وعده انه هيلاقيها باي طريقه. وبعد فتره بنروح لقريه المصاب وبنعرف ان القائد مش سهل وعامل كمين حوالين المكان، خاصه لما عرف ان لين وتشياو ناويين يدخلوا القريه، وكان خايف يتهزم منهم بعد ما سمع كل النجاحات اللي حققوها. وبنعرف انه خاطف بنات كتيره وحابسهم عنده، وقريته الوحيده اللي ما انضمتش للتحالف ومحدش بيحكمها غيره. فالزعيم جون قرر يحارب اي حد يدخل قريته، لكن صاحبه عرفه انهم بيدوروا على بيت ولو لقوها هيوقفوا الحرب. وبعدها الجيش بيجهز وبيدخل لهم ابطالنا، وقبل ما حد يتكلم لين بيبص على البنات وقال لهم اخيرا لقيتها، خلاص مفيش داعي للحرب. وراح للبيت اللي اول ما شافته وقعت على الارض من التعب، والغريب انها مش نفس البيت، لكن لين اختارها وقال لهم هي دي. والزعيم كان فرحان ان الحرب انتهت من غير خسائر. وبعدها لين شال البيت وعرفهم انها محتاجه ترتاح وبياخدها وبيمشي. وبعد شويه الجنود بيحتفلوا انهم ما دخلوش الحرب النهارده والموضوع عدى بسلام. وبنروح للين اللي كان لسه ماشي بالبيت لحد ما حطها على سريرها وكل ده وهي نايمه، بس لما اتاكدت انه خرج من الاوضه قامت بصت من الشباك واتصدمت من كميه الناس اللي بره، وحاولت تهرب لكن ما عرفتش، فتخبت تحت السرير بس لين قفشها بسهوله، لكن البت قدرت تهرب منه. وقبل ما تطلع الجنود وقفوها فقفلت الباب وكانت هتهاجم لين بسكينه.
لكن الواد كتفها وعرفها انه بيدور عليها من زمان، وكل الحروب دي بسببها. والصدمه لما قال لها انه عارف انها مش نفس البت اللي بيدور عليها، بس لو كنت قلت كده الحرب كانت هتكمل وناس كتير هتموت. انا عايزك تمثلي معايا بس كام يوم انك هي، وانا والله مش هاذيك ولا اجبرك على حاجه. وبيدي لها اكل وعرفها انه كام يوم وهيمشيها ويرجعها لبيتها. لكن البت كانت عايزه تعرف ليه اختارها هي بالذات، فقال لها واحده شكلها وحش وفقيره، حتى لو هربت محدش من الجنود هيساعدني تاني ولا يدور عليكي. وفعلا البت وافقت بشرط انها اخرها 3 ايام، وبيتضح انها من عيله بسيطه جدا بره البلد وهي اصلا مش عايشه هنا. وبنعرف بعدها ان اسمها لينجو. ولين قال لها روحي نامي بقى، ولو حصل حاجه بالليل ناديني انا هكون بره. وبنروح بقى للقاده اللي مش عاجبهم اللي حصل وحاسين بالغدر، وجون كان ناوي يغدر بيهم ويعرفهم مقامهم. تاني يوم لين بياخد البت وبيتمشوا في القريه والكل بيرحب بيهم، وطبعا مستغربين شكلها، كانوا مفكرينها ملكه جمال بعد الحروب دي كلها. بعدها بياخدها المكان كده عامل مسابقه على بيضه الحصان الذهبيه، ودي بيضه نادره جدا بس بشرط ان الشخص يتحمل يشيل اوزان تقيله. ولين معاه 2 كمان بيشاركوا في المسابقه، وبيتحط عليهم الواح كتيره اكتر من 150 لوح. وساعتها اول واحد وقع وظهره اتكسر، فالبت خافت على بطلنا اللي بيزودوا عليه الالواح هو والواد التاني، فراحت للبايع ترجع له البيضه وقالت له هننسحب، لكنه ساعتها رفض. وبعدها بشويه شخص تاني وقع وخلاص ما فضلش غير بطلنا، لكن برضه البايع رفض يوقف المسابقه لحد ما يشوف اخره. فالبت راحت له وقالت له خلاص كفايه. بس عمنا لين كان جامد، قام بسرعه وشال كل الالواح بايد واحده، وبكده طبعا كسب المسابقه. وطبعا لينجو سابته ومشيت وهي متضايقه، لكنه حاول يهزر معاها وقال لها تفتكر البت هتطلع حصان فعلا. وبينما هم ماشيين بيرغوا والبت كانت عايزه تهرب من البلد باي طريقه، لكنها فجاه لقت جدتها قصادها وعرفتها انهم هيجهزوا لفرحها على لين. ولما الواد رجع البيت لقى هدايا كتيره من اهل القريه، وتشياو عرف انهم مش هينفع يلغوا الحفله، الناس بيحبوك وعايزين يحتفلوا بيك. وبالفعل بالليل اتعملت حفله كبيره غرضها توحيد القريتين، لكن في الحقيقه جون كان ناوي على الغدر. وبنروح لعربيه الفرح اللي كان فيها لينجو، وفجاه في اشخاص هجموا على العربيه وقتلوا كل الجنود وخطفوا البيت. وبعدها بنشوف واحد جرى للحفله وعرفهم ان العروسه اتخطفت ومش لاقيين العريس. وبنروح لابطالنا وبنعرف ان المقنع اللي قتل الجنود هو لين، وخد البت على حصانه وهرب من القريه كلها، وده عشان ما يجبرهاش على الجواز، ووصلها لحد البحر واداها البيضه وهربها من البلد كلها. وبعد ما بقت بعيده عن المدينه بنلاقيها دخلت من بوابه سحريه، وفجاه منظرها اتغير وبيتضح انها نفس البت اللي كان قلب الدنيا عليها، وكمان بتشتغل للمملكه عشان يوقعوا الكويبه. لكنها طولت في رحلتها وما نفذتش المهمه، بس البت ما اهتمتش وكانت هتمشي. لكن فجاه البيضه بدات تفقس. بنروح بقى عند تشياو اللي كان بيفتكر ذكرياته مع لين لما كان طفل، في نفس الوقت اللي لين كان ماسك ورقه وبيفكر في خطته الجديده. بنسيبهم بقى وبنروح بعدها ل2 من القاده، كان فيهم واحد شبه تشياو شويه، وكان معاهم اداه كده اسمها كيوتوكي، ودي بتقدر تسيطر على الكويبه وترجع النظر للاعمى. وعشان كده مملكه التنين قررت تبعت اجمد محاربينها لمملكه الوحوش عشان يشاركوا في المسابقه الكبيره هناك. بس المشكله ان مملكه الوحوش دي ناس مش تمام، والغش عندهم بيعتبروه نوع من انواع القوه والذكاء. وبنروح للين اللي قرر يشارك في المسابقه، لكن ساعتها جهاز الانذار قفشه، فالناس شكت فيه وافتكروه حرام وسرق دعوه المسابقه، لولا الواد سو اللي صد هجومهم وعرفهم ان الواد ده تبعه. وبيتضح انه نفس الشاب اللي لين خبط فيه في الغابه. المهم قدر يسلكوا من الجنود ودخلوا المملكه، وبيسالوا بيعمل ايه في مملكه الوحوش، فلين عرفه انه هيشارك في المسابقه ويهزم الكل، وكمان هيتحداه في قتال. بعدها بنروح لباي اللي كان معاه واحد مقنع وبيعرفه انه مش قادر يوصل لمينج، خاصه بعد ما وصل له اشعار البطوله. وباي بيقول له اتاكد ان محدش يطلع عايش من ساحه المسابقه، احنا هنعمل مذبحه جماعيه للكل. وبالليل لين كان نايم على الارض لحد ما جاله 2 عايزين يقتلوه ويطردوه من المسابقه، بس الواد ما كانش عايز مشاكل وبيصد الهجوم، ومن بعيد كان الاعداء بيراقبوه ويعجبوا بمهاراته لحد ما العيال بيغدروا بيه وبيهجموا عليه، فلين بيتعصب وبيخلص عليهم. ساعتها بيترعبوا وهربوا منه، والعجوز ده طلع انه باي راح لبطلنا وقال له اكيد اللي معلمك راجل اعمى، حركاتك لحظيه ومش بتتشاب بالعين، واعتقد انك جاي هنا عشان تدور على مقبره الحوت. وطبعا لين اتصدم انه عارف كل حاجه، بس باي عرفه ان المقبره دي جواها اداه الكيوتوكي، الاداه اللي قادره ترجع نظر الاعمى. وبيتضح ان باي هو كمان عايز يفوز بالمسابقه عشان يخلي اخوه الاعمى يشوف الحقيقه، ولين كان عايز تشاوي يشوفه ولو لمره واحده قبل ما يموت. وبينما هم بيرغوا بيظهر سو، وفي واحد مقنع بيهجم عليه لكنه بيصد الهجوم، والواد بيهرب وسو وراه مش سايبه. ساعتها لين بيتحرك ناحيته مستغرب من اللي بيحصل، ولما استخدم التشاكرا لان في اعداء مخفيين بيتهاجموا من كل مكان، فلين بينزل وبيخلص عليهم. بعدها بيقعد مع سو، وبنعرف ان الاعداء دول من عائله تشيسني، ودورهم يقتلوا اي محارب قوي ممكن يفوز في المسابقه، عايزين يضمنوا ان محدش هيفوز غيرهم، لان اللي هيفوز في البطوله دي هيبقى المبعوث الخاص للتحالف. وقتها الاتنين قرروا يساعدوا بعض عشان واحد فيهم يفوز ويغير مصير البلاد، بس لين ما كانش مهتم انه يكون المبعوث، كل اللي عايزه اداه الكيوتوكي. بياخدوا بعدها البيت وبيداووا جروحه بعد ما دراعه اتكسر، ولازم دلوقتي يتدرب انه يقاتل بايد واحد عشان يفوز في المسابقه. وبالفعل الاتنين بيبداوا تدريب، وتاني يوم بيجي وقت المسابقه، والصدمه ان باي طلع هو زعيم التحالف، والغريب ان مفيش اي مشاركين من مملكه التنين. المهم بقى بنروح للمتدربين، واول مقاتل كان ياكو وهيقاتل ضد سو، وطبعا اللي هيفوز هيبقى مبعوث التحالف. بس المشكله ان ياكو ده شكله مرعب
مرعب ومش هيرحم سو. وبتبدا المسابقه وياكو بيمسك سلاحه وبيهجم على سو اللي بيصد وبيتفادى الهجوم. وطبعا انك تقاتل بدراع واحد هيكون صعب، وبالفعل دراع الواد ابتدى يترعش ولين كان هيتشل، خاصه لما نقطه ضعف سو بانت والعدو هيستغلها. لكن سو مش سهل برضه، بيهجم على الواد وبيقتله بكل قوته، والقتال كان مولع على اخره وسو بيعوره في وشه. فياكو بيتعصب جدا وخلاص قرر يخلص عليه، وبيستخدم مهاراته السحريه وسط صدمه الكل. وهوب نزل ضرب في الواد بسرعه مرعبه، وسو حاول يصده لكن الواد ما رحمهوش، ده حاول يقطع له دراعه وكسحه خالص ورماه على الارض، وسو ما كانش قادر يتحرك. فياكو راح ناحيته وقال له انا هقتلك النهارده واخلص منك، وبيرفع سلاحه وهوب سو بيختفي من قدامه وبيظهر من جنبه بوم بيطيره وبيديله القاضيه. بعدها سحب سيفه وهجم عليه ونزل تقاطع فيه وسط صدمه الكل. وبيتضح ان دي خطه لين اللي خلاه كل ده يحارب بايده المكسوره، وده عشان يخدع ياكو والجمهور ويبان انه ضعيف قصادهم، وساعتها يستغل ده ويفاجئ الكل. وبالفعل يا صديقي بيفوز سو في المسابقه، والكل بيهتف باسمه ومنهم لين اللي كان فخور بيه. وبعدها سو بيسلمه لكيوتوكي وبيسافر بيها. وقتها باي بيظهر ولين بيرحب بيهم، والشخص اللي جنبه بيقول له انت مش عارف مين ده الزعيم باي زعيم التحالف. بعدها لين بيفتح الاداه وابتدى يتخيل تشياو لما يشوف بعد السنين دي كلها، لكن في الحقيقه تشياو المخترع تشي كانوا عدوا المرحله دي، وتشياو بقى بيشوف ظلال بمنظر باهت جدا بس اهو احسن من ما فيش. بعدها الحارس بيجيب لهم رساله من الزعيم جون، وبيتضح انه عازم كل زعماء الانجشان، وده عشان يناقشوا فكره توحيد البلد. والغريب انه عايز الزعماء يدخلوا من غير جيوش ولا حراس، وطبعا باين قوي انه فخ، لكن تشياو ما اهتمش وقرر يروح حتى لو في خطر على حياته. وبعد شويه بنلاقي تشياو وجيشه وصلوا، لكن طبعا تشياو دخل لوحده بما انه الزعيم. ولما دخل لقى باقي القاده موجودين ومعمول لهم سفره عليها اكلات كتير ما عدا الطبق الرئيسي كان فاضي. فبيقولوا ان الزعيم اللي هيختاره هو اللي هيختار ايه الطبق الرئيسي بتاعهم. كلامهم كان مريب جدا وتشياو قلق منهم، خاصه من كلام جون اللي قال له مش شايف نفسك الزعيم، خلاص اختار عايز تاكل ايه. لكن تشياو ما اهتمش يرد عليه، وباقي القاده قعدوا يغنوا ويردوا على بعض، اللي يقول له انا نباتي وماليش في اللحمه، واللي يقول له عايزين حاجه طازه. ساعتها جون بيقول لهم لو انا الزعيم هختار حاجه محدش يقدر يفكر فيها ولا يتوقعها حتى، وبيمسك الطائر اللي على كتفه وبيقتله وبيحطه على الطبق. اوبا شكلها تولع ولا ايه. بس تشياو ولا اتهز وقال له يعني عامل الشويتين دول عشان تبين انك جامد وتكون الزعيم. طب يا عم الزعيم ايه خطتك؟ ناوي على ايه انت ورجالتك؟ فعرفوا انهم عايزين يبنوا مدينه خاصه بيهم وتكون بعيده عن حكم الممالك وقرفهم. وطبعا تشياو عرفوا ان ده مستحيل، الممالك اصلا عاملين المدينه دي ليهم عشان مستحقريننا، فمستحيل يقفوا على حاجه زي دي. لكن جون عرفوا ان بالفعل حد من التحالف اتواصل معاه وفي امل ان العالم يتغير ويسيبوا لهم المدينه. بس تشياو قال له ده في المشمش يا حبيبي، مفيش حاجه هتتغير الا لو كلنا اتحدنا وقتلنا سوا. لكن عشان يستنوا الاوامر من التحالف والمملكه فهيفضلوا طول عمرهم عبيد. وطبعا الكلام ما عجبش باقي الزعماء، خاصه لما عرفوا ان جون اتواصل مع التحالف وده يعتبر خيانه. لكن الواد ما سكتش وطلع لهم رساله من زعيم التحالف شخصيا مكتوب فيها ان الشخص الاعمى ده هو الامير تشياو، الامير اللي اختفى من سنين. وتشياو ما انكرش ده وقال لهم انا الامير تشياو. يا ترى ايه اللي مكتوب بقى في الرساله دي؟ وعرفوا ان الزعيم بيطلب من تشياو يرجع لمملكه التنين من تاني. ايوه يا صديقي، الشخص اللي اسمه بايو كان شبه تشياو ده هو نفسه اخوه اللي غدر بيه من سنين. وطبعا صدمه كبيره للكل، خاصه انهم مفكرين ان الامير ميت، لكن تشياو قال لهم انه بيكره اخوه عشان غدر بيه زمان وطبعا مستحيل يرجع له، لكنهم كانوا عايزين العلاقات ترجع من تاني عشان الكل يستفاد. ساعتها تشياو قال لهم لو عايزين ارجع يبقى ترجعوا معايا كلكم، ما هي مصلحه مشتركه بقى، فيا اما نرجع كلنا للمملكه يعني نقسم نصين والدنيا تخرب. بس المهم هو جون الرساله دي وصلت له ازاي؟ وفعلا الكل بيشكوا فيه، اصل يا اما الرساله دي اي كلام وكان بيكذب عليهم يا اما متحالف مع المملكه وبيخونهم من البدايه. لكن جون مش بيسكت وقال لهم انه من زمان بيدي رشاوى للمبعوثين اللي شغالين في الانجشان، ودول دورهم انهم يوصلوا الرسائل من المملكه للمدينه. والرساله وقعت في ايد واحد واداها لجون، وقتها كلهم قرروا يثقوا في الامير تشياو ويكونوا معاه. لكن جون قال لهم ده اقوى مننا بمراحل حتى هو اعمى، وطبعا مش هيحتاج لينا، بس لو عايزنا نثق فيك يبقى تشرب الكوبايه اللي قصادك دي، فيها ماده بتقلل القدرات شويه، اكيد مش هسمك ولا موتك يعني. وطبعا كلهم قالوا له يشرب لو واثق فيهم زي ما وثقوا فيه. فساعتها تشياو قرر يشرب الكوبايه، وطبعا كوتو قالت وقعد على الكرسي والعيال كانوا مبسوطين على الاخر. بس جون ما سكتش برضه، قال لهم مش مضطرين نخاطر عشانه، احنا مالنا هو اللي هربان لوحده، وبعدين ما تولع البلد باللي فيها، اهم حاجه مصلحتنا. وما اكتفاش بكده، ده هو مساعدينه بيقولوا ان تشياو من البدايه عايز يغزو العالم، وده عشان ينتقم من اخوه ويثبت له انه قوي، لكن ولا يهمه تحالف ولا البلد اصلا، وده لانه معاه اكبر قوه في الكوكب. وبيقول لهم ده كمان معاه قوه الكويبه المرعبه، والواد لين اتربى على ايد الكويبه وتعلم مهاراته، وعشان يثبت لهم انه صح جاب واحد من اللي لين ضربهم قبل كده، والواد قال لهم ان لين قوته مرعبه، لين هو الكويبه اللي بندور عليه. فتشياو قال لهم تعرفوا ايه عن الكويبه اصلا؟ تعرفوا ايه عن لين عشان تتهموه بالشكل ده؟ بس جون ما سكتش وابتدى
يلعب في عقلهم. عرفهم ان كل المشاكل هتتحل لو سلموا الكويبه للتحالف. وبره المكان بنلاقي هويا وتشي كانوا قاعدين خايفين من اللي بيحصل، خاصه ان هويا من البدايه شاكك في الناس دي، وجات له اخبار من رجالته ان في حوار هيحصل النهارده. فتشي بيتمنى ان العلاج اللي عمله لتشياو يجيب نتيجه، لانه اداله تريقه كده عشان لو حصل خيانه ولا غدر يعرف يلم الليله. وبنرجع لتشياو اللي كان بيتنفس بصعوبه من اللي شربه، وبيتضح ان كلهم خدعوه، وبينما هم شمتانين فيه تشياو اصلا ما كانش مركز معاهم وبيفتكر لين. وفجاه في قوه بتطلع من ايده وبيغمض عينه والقوه بتزيد بشكل مرعب، فبيحاول يجمعها اكتر وساعتها بيعرف يشوف مين تاني. يا حلاوه، ده شكلها تولع يا صديقي. بعدها بيقوم وهوب بيفعل التشاكرا وبيطفي النور، والبوم بيخلص على الاول وبيهجم على التاني وبيقطع رقبته. الواد مش فاهم حد واللي بيجي في سكته بيودع. لو ما اكتفاش بكده ده طلع على الجنود كمان وولع في المكان بالكامل. وساعتها هو وتشي بيقوموا بسرعه عشان يساعدوه، وتشي بيجهز سلاحه عشان يدمر المكان بالكامل. لكن ساعتها تشاو بيطلع بعد ما خلص عليهم كلهم. شكل الملك ناوي يسترد عرشه من جديد. وبنروح تاني يوم للواد لين اللي بيجري وهو فرحان عشان يديله الاداء ويرجع له نظره. وبعد شويه جري بيوصل للخيمه، لكنه لقى تشياو عينه متغطيه والشاش كله دم. الله، ايه اللي حصل لك يا عم؟ بعد شويه بنروح لمملكه الوحوش، وبنلاقي الجنرال لانج بيتكلم مع المساعد بتاعه، وعرفه ان مملكه شو عايزين يتحدوا مع مملكه الوحوش عشان يخلصوا من تشياو. ومش بس كده، ده حتى العصابات اللي في لينجشان عايزين يتحدوا ويغدروا بيه، وكل ده عشان يدمروا الكويبه، لان اغلبهم مفكرين ان تشياو جوه الكويبه. وبنروح لمملكه شو اللي بيجهزوا جيشهم، ودول بقى عايزين يهزموا مملكه التنين باللي فيها ويخلصوا على الكويبه وينهوا الحوار بسرعه قبل ما يوصل للتحالف. بيدخل بعدها الجنرال لانج، والكل كان كارهه بس مضطرين يتعاملوا معاه، والملك بنفسه هيدفع له كل الفلوس اللي عايزها، والجيش تحت امره وجاهز للحرب عشان يقتلوا تشياو في اسرع وقت. وبنروح لتشياو اللي بيتكلم مع لين وصاحبه، عرفهم انه مش مطمن للممالك وحاسس بالغدر من ناحيتهم، خاصه انهم مش عايزين جيشنا يعدي عليهم وعايزين مننا نعدي على الحدود عشان يعرفوا يستفردوا بينا. وبيتضح يا صديقي ان جيش تشياو عدى ال1000 محارب، ولو راح على الحدود مش هيلاقي اكل وشرب للجنود، عشان كده الاعداء يلعبوا على النقطه دي ويحاولوا يشيلوا حركتهم. بس تشياو مقلق من مملكه الوحوش لانه سمع ان فيها جنرال مرعب وقوته كبيره، وتشي عرفه ان دلوقتي ابن الجنرال ده هو اللي مسك الحكم في مملكه شو، وطبعا ما يختلفش عن ابوه. وكمان بيطوروا سلاح مرعب بطاقه شيطانيه، وده يقدر يهزم اي طاقه تشاكرا مهما كانت قوتها. واثناء ما هم بيتكلموا تشياو بيحس بألم شديد وبيقع على الارض، ومن بعيد كايو ورجالته كانوا بيراقبوا الطريق، وعرفوا ان الامير تشياو شكله مريض ودي فرصه للهجوم، بس هيبلغوا الجنرال لانج الاول. وبالليل بنشوف تشياو تعبان والعيال خايفين عليه، خاصه لما عرفهم انه عايز يرتاح لمده اسبوع كده، بس طلعت خطه منه عشان يشتت الجواسيس. وتشي طلع عرفهم ان تشياو تعبان جدا وهيرتاح لفتره، ورجع بعدها لتشياو ولين اللي عرفهم الخطه الجديده، وان في وادي قريب من هنا هيروحوا فيه ولازم يقفوا قبل ما يوصلوا للجبال عشان عاملين له كمين هناك، وهيبينوا للاعداء انهم واخدين اجازه الفتره دي. لكن لين هياخد الجيش ويبدا يدربهم على فنون القتال وتدريبات جديده، وبالليل يخلي شويه من الرجاله يتسللوا للجبال ويعرفوا مكان الكمين بالظبط وعدد الاعداء. وعلى الناحيه الثانيه كايو كان بيراقب جيش تشياو وشافهم بياكلوا ويشربوا، وطبعا المفروض خلال كام يوم اكلهم يخلص فيضطروا يتحركوا للمدينه عشان يشتروا اكل، وطبعا ده خلاه يتغر ويسيب المكان ويرجع للمدينه عشان يستناهم ويقتلهم هناك. وبعد حوالي 6 ايام الثلاثه كانوا قاعدين مرتاحين على الاخر لحد ما منجي دخل عرفهم ان قوات الكمين انسحبت، وقتها تشياو بيدي اوامر لين عشان يجهز فريقه ويهجم على الكمين، بينما هو والرجاله هيتحركوا ناحيه الوادي. وفي مكان تاني عند الجنرال لانج بنلاقي جمع جيش كبير جدا ومستعدين للقتال. بعدها بنرجع للين ورجالته اللي كانوا بيطلعوا الجبل، وساعتها قابلوا الجيش وابتدت الحرب بينهم. وفي الناحيه الثانيه تشياو ورجالته بيهاجموا الجيش الثاني، وكان عندهم قوه الشفاء بسبب تشياو واسلحته، وقادرين يحاربوا بكل شراسه، والدنيا ولعت على الاخر والجنود بيقتلوا بكل قوتهم. وتاني يوم طبعا كان النصر لابطالنا. ومش بس كده، دول هيتحركوا للمدينه ويهزموا القاده، وبالفعل الجيش بيتحركوا وهم متحمسين على الاخر، ولين وتشياو واقفين في ظهر بعض وبيحاربوا بكل شراسه، مش راحمين حد وبيقتلوا بكل قوتهم. وجيش مملكه الوحوش عملوها على نفسهم وعايزين ينسحبوا من الرعب، لكن الجنرال رفض ينسحب وبيقتل لاخر نفس، وبينزل قتل في جنود تشياو بكل وحشيه، ما كانش راحم حد وبيقتل الخمسه بضربه واحده. فليه ما استحملش الوحشيه دي وقال له خلاص كفايه محدش يقاتل تاني. ولان قال له انت مفكر نفسك مين عشان تديني اوامر؟ بس لين عرفه ان في ناس كتير ماتت وما لهمش ذنب في اللي بينهم، فالاحسن نتبازى انا وانت ونحسمها بالقتال. وطبعا لانجي بيوافق، وهوب بيهجموا على بعض وضربه من هنا على ضربه من هنا، لكن فجاه باي بيتفتح هجومه وكان هيخلص عليه، لكن الجنرال مش بيسكت وبيفعل قوه سيفه وبيصد الهجوم. وساعتها تشي اتصدم من السيف، بيقول هو ده السيف الاسطوري اللي الكل بيتكلم عنه. وساعتها لانجي بيفعل اللي تشاكرا وبيضربها على لين، بس الواد اتخطى كل الهجمات بسهوله، وهوب بيندفع عليه بكل سرعته، لكن لانجي بيصد الهجوم وبيطيره، ولين كان مصدوم من قوته. وساعتها الجنود كانوا هيتدخلوا بس لين وقفهم وقال لهم ده نزال بين القاده وبس. وساعتها لانجي بيدمج التشاكرا مع السيف الاسطوري وبيطلع طاقه مرعبه وبيهجم بيها على لين، وبوم المكان كله بيتدمر.
لكن باي بيقوم في طاقه مرعبه بتطلع منه، وهوب بينقض على لانج وبيمسكه من رقبته وبيخلص القتال. وساعتها الجنود بيهللوا من الفرحه، وبعدها لانج بيطلع له حاجه كده وبيقول له بما انك فزت فخد ده. بس اللي ما كانش فاهم حاجه، فتشي شرح له بما انه هزمه في المبارزه فلازم المهزوم يسلم الوسم بتاعه لخصمه. بس اللي ما كانش فاهم هيعمل بيه ايه يعني، فتشي قال له بترميه في الارض، ودي بتكون اهانه لصاحب الوسم هو ومملكته، وهيبقى عار على مملكته الوحوش، وطالما الوسم اتاخد منه دي اهانه كبيره كانه اتقتل بالظبط. لكن لين بيديله الوسم تاني وقال له خليه معاك ما يلزمنيش. بس لانج بيتحنى له وبيقول له اتمنى ترحم جنودي، هم ما لهمش علاقه باللي بينا. لكن جيش لانج ما استحملوش وكانوا عايزينه يقف وما يهينش نفسه بالشكل ده، بينما جيش لين عايزينه يرمي الوسم ويذلهم اكتر، خاصه ان مدينه لينجشان الوحيده اللي معهمش وسم والكل بيذلهم بسبب كده. بس لين ما رضاش يعمل كده واداله الوسم وقال لهم احنا مش محتاجين نعمل حاجه زي دي، احنا بنثبت للعالم كله اننا اقوياء بقوتنا مش بالطرق الرخيصه دي. وفعلا قدر يقنع الجنود وبيوافقوا على كلامه. وقتها تشياو اخيرا بيتحرك ناحيه لانج اللي اتصدم انه واقف قصاد الامير تشياو بعد الحرب دي من غير ما يموت. ساعتها لين بيقومه وبيقول له انت فعلا قوي جدا، وده مش بسبب السلاح، انت فعلا اقوى مني، ايه رايك تبقى القائد معانا وتساعدنا في الحروب؟ وقتها لانج بص لهم وقام رامي الوسم وقال لهم انا تحت امركم من النهارده انا وجيشي. وبالليل لين كان قاعد يرتاح بعد الاصابات اللي اتصابها، وتشياو دخل يطمن عليه، لكن تشي قال له يا عم ده عيل عفريت كل جروحه اتشافت فما تقلقش عليه. ولين كان مبسوط انه قدر يفتح 6 بوابات الشاكرا وكان مستعد يكمل قتالات تانية، لكنه بيتعب فجأة وبيتألم الحركة. فتشياو قرر يديله 3 ايام للتعافي وما يتحركش فيهم من مكانه، وعرفه انهم داخلين على ايام سودة الفترة الجاية وما فيهاش راحة فلازم يستعدوا كويس. بنعرف بعدها ان بعد المعركة الكبيرة اللي حصلت اللي بين جيش لينجشان ومملكة شو، وطبعا اللي انتهت بهزيمة الجنرال على ايد لين، بس الغريب ان الملك ما بعتش اي قوات تنقذ الجيش ولا يوقف حتى هجوم لينجشان على اراضيه، وجيش تشياو كان مكمل طريقه وكل شوية يدخلوا المملكة يكسحوها ويضموها لجيشهم. لكن بعد فترة ظهرت ازمة كبيرة، الاكل اللي معاهم خلص وكل لما يدوروا على ارض للزراعة يلاقوها خربانة وما يقدروش يزرعوا فيها، وللاسف الاكل اللي معاهم يا دوبك يكفيهم 3 ايام. وتشي عرفهم ان اقرب بلد على بعد 10 ايام ماشي، والباقيين قعدوا يفكروا هيعملوا ايه، خاصة ان اغلب الجنود تعبوا جدا. ولين قرر ياخد شوية من الجيش ويرجعوا لمملكة شو يجيبوا اكل من هناك بما انها اقرب مملكة ليهم. لكن ساعتها بيظهر هويا وبيعرفهم ان لها طريق على الجانب الشمالي للجبل وهناك في قرية واكيد فيها اكل. ومن غير تفكير لين بيصدقه بيقرر يروح لوحده وقال له ارتاح انت وانا هجيب لكم الاكل اللي عايزينه. وتشياو قال له خد معاك فلوس كتيرة، لو وافقوا يبيعوا لك خير وبركة، ما وافقوش يرجع تاني. وبالفعل لين بيتحرك وهو بيضحك بخبث على نجاح خطته. بعدها بنروح للين اللي بيوصل عند القرية، والغريب انها مدمرة على الاخر، بس الواد ما اهتمش وكمل طريقه. وقدام شوية بنلاقي واحد بيوزع الاكل على الناس، وبيتضح انها قرية كحيانة اصلا ومش بياكلوا غير مرة واحدة في اليوم، والراجل ده هو اللي بياكلهم. ومن بعيد لين كان بيراقب وعرف انهم مستحيل يساعدوه، دول عايزين اللي يساعدهم، فكان هيمشي لولا انه سمع واحد من الحراس بيزعق لعجوز كان عايز ياخد اكله ومعهوش فلوس، والراجل قعد يتحايل عليه لحد ما الحارس ضربه. وساعتها حفيد العجوز بيحضنه وابتدوا يعيطوا، فلين ما استحملش وجرى عليهم وزعق للحارس قال له ما لسه الرئيس بيقول ان الاكل هيكفي النهارده، ليه بقى بتحرجهم بالشكل ده؟ فالحارس عرفه ان الراجل ده وحفيده مش من القريه، يبقى ليه خاطره يدوا له اكل ما يمكن يطلع مجرم. ساعتها لين بيتعصب وبيفعل التشاكرا وقال له غور من وشي بدل ما اوريك من المجرم النهارده. وفعلا الواد بيجري ولين اخذ الطبق وراح لزعيم القريه عشان يحطوا له اكل للعجوز وحفيده، وبالفعل اخذ الطبق واداه للطفل. وبينما هما بيتكلموا لين لاحظ ان هو بيتسلل للقريه من غير ما حد يلاحظه، فيا ترى بيعمل ايه بالظبط؟ فبيروح وراه ولقى متخبي عند بيت الزعيم اللي بعد شويه كان راجع بيته بباقي الاكل، واول لما دخل صرخ من الخوف، وبيتضح ان هو ثبت الراجل وربط على الكرسي وقعد يهدده كمان عشان يطلع الاكل. ولما الراجل قال له معيش اكل خلص كله، ساعتها هو بيغرز السكينه في رجله وبيبدا يعذبه. فلين بيدخل يزعق له وبيقول له ايه اللي بتعمله ده، احنا جايين نشتري مش نسرق. والصدمه بقى لما هو يعرفه ان الجدع ده حرامي، وان قوات التحالف لما عرفت ان جيش لينجشان هيعدي من هنا بلغت كل القرى ان اي قريه فيهم هتمنع الاكل عن الجيش او كمان تقبض على اي حد من افراد الجيش وتسلمه للتحالف لهم جايزه كبيره جدا. والراجل ده متفق معاهم وعمل شويتين دول قصادك عشان تصدقهم. وطبعا ليه ما صدقش الكلام ده كله، فهو يعرف ان رشا شويه ناس وقالوا له الاخبار دي، ده غير ان الطاعون لسه منتشر في البلاد وعدد صغير قوي اللي متصابين بيه، فكل القرى همها نفسها. وساعتها الراجل بدا يعيط وعرفهم ان عمل كل ده عشان ينقذ اهل قريته، بس هو اتعصب عليه وقال له انت بقى بتوفر اكل للقريه منين يوميا، الا بقى لو كنتوا بتسرقوا اكل جيش لينجشان، الامدادات اللي كانت بتجيلنا كلها اتسرقت، فازاي انتوا بقى اكلكم ما بيخلصش وبيكفي. وفعلا لين هو كمان اقتنع بكلامه والراجل ما رضيش ينطق، فهو يعرف انه هيزرع قنابل في البلد كلها ويفجرها هي وبوابه القمح السريه. ساعتها العجوز بيتعصب وبيقول له كل ده بسببكم، انا كان عندي اكل كتير في القريه، واول لما قربت توصلوا ظهر واحد اسمه كون هو وجنوده وسرقوا كل الاكل اللي في القريه واجبروني ان اقتلكم عشان يرجعوا الاكل. والراجل قاعد يعيط وهو بيشتم فيهم لانهم هم السبب في معاناه اهل قريته، وهو كان هيقتله ويفجر البلد كلها، لكن ليه منعه وعرفوا ان اصلا القريه مش ناقصه مشاكل، هم فيهم اللي مكفيهم. لكن هو
هويا قال له طيبة القلب دي مش هتنفع هنا، احنا لازم ناخد اكل والا الجنود هيموتوا من الجوع. وبينما هما بيتخانقوا فجأة سمعوا حد بيقول لهم انتم محاصرين، اخرجوا واستسلموا احسن لكم. فساعتها الاتنين بيتصدموا، وهي راح للراجل وهدده قال له انت الاكل فين بدل ما افجر لك البلد كلها، لكنه برضه رفض يتكلم. والشخص اللي بره بيطلب منهم يخرجوا بسرعة، وكان معاه عدد كبير من الجنود. فساعتها هويا قرر يقطع رقبة الراجل، لكن لين بيمنعه. بس هويا كان هيهاجمه وقال له اخرس بقى، عايز تموت موت لوحدك، لكن انا مش هموت هنا. نطلع بره بقى وخمن مين اللي بلغ عنهم يا صديقي. ايوه فاكر العجوز الغلبان اللي لين ساعده، راح بلغ عنهم لجيش التحالف عشان يديله الجايزة يا ابن الغدارة. وساعتها القائد بينادي على العيال عشان يطلعوا، فلين بيطلع بعد ما غير هدومه وقال لهم انه رئيس القرية الجديد. فالقائد بيقول له ان في واحد بلغ عن شخص من الانجشام متخبي هنا، فسلموا لينا وهنديك جايزة كبيرة. لكن الصدمة لما لين قال له ده القرية باللي فيها كلهم من جيش الانجشان، انت ما تعرفش ولا ايه؟ بس اهل القرية بيقولوا ده كداب ما تصدقوش. لكن لين ابن اللعيبة قال لهم طب بالعقل كده، مش القرية دي تقريبا كل اسبوع بتبعت لك 2 3 من الانجشان؟ ما هو مش معقولة برضه شوية العواجيز دول هيقدروا يمسكوا حد من الانجشان ويسلموه بسهولة. وبيقرب منه وبيقول له الله صحيح، هو انتوا ليه عايزين تقبضوا على جيش الانجشان؟ هتستفادوا ايه يعني؟ فواحد من الجيش بيتعصب وقال له ان الزعيم القديم هو اللي طلب منهم كده مقابل الاكل. فساعتها الزعيم بيضربه عشان يسكت، وبيقول لي لين ان ده سوء تفاهم، الزعيم القديم هو السبب وخدع جيش التحالف، فعشان كده هيعاقبوه وياخدوا منه كميه الاكل اللي مخبيها. وجوه البيت هو كان مكتف الراجل عشان ما يطلعش صوت، لكنه قدر يهرب وطلع قال له لا ده كله كده، انا الزعيم الحقيقي ودول من الانجشان كانوا خاطفين ان في واحد جوه متخبي، انا معاكم انتوا مش معاهم. فساعتها الزعيم بيدرس الوضع وفعلا اتاكد ان في حد متخبي في البيت، فبيروح للرئيس وبيقول له مش انت تشيان رئيس القريه بقى كده يا جدو تخدعنا؟ وقال له بعدها احنا مش جايين نقبض على جنود الانجشان، احنا هنا عشان نقبض عليك لانك خدعتنا انت واهل قريتك. وبيقرب منه وبيقول له بسبب خطتي باظت فاضطر اقتلك بدل ما ادمر مستقبلي. وبيامر الجندي ياخده وكمان يعذبوه لحد ما يعرفوا مكان الاكل، لكن الحاج ما سكتش وقعد يصيح ويصوت عشان يصدقه ويسامحه. في اخر لما القائد زهق راح مخلص عليه، وطبعا لين واهل القريه اتصدموا من المنظر، لكن القائد ما اهتمش وقال له بما انك الزعيم الجديد فهساعدك واجيب لك البضاعه المسروقه، وعموما سواء انت من اهل الانجشان ولا القريه مش فارقه كتير وهساعدك برضه. لكن قبل ما يتحرك لين وقفه قال له مش عايز مساعدتك ده اكلهم ويخصهم. فساعتها القائد اتضايق جدا قال له كل اللي بيحصل لهم بسببك انت وتشياو، انتوا شويه مجرمين. لكن لين عرفوا ان تشياو مش مجرم، ده كل همه يقف مع الضعيف اللي بلادنا باذته واتخلت عنه، يبقى مين المجرم بقى؟ الكلام ده اثر في اهل القريه والقائد اتوتر للحظات. وساعتها اهل القريه اخيرا نطقوا قالوا له انت راجل ظالم، الواد ده عنده حق، منعنا عننا الاكل يا شويه ظلمه مش هنسيبكم عايشين. وبيهجموا على الجنود اللي طلعوا سيوفهم، وواحد منهم هجم على العجوز، لكن هوب بيظهر هو وبيضرب الجند بيطيره، وبيقف في ظهر لين وبيقول له استمتع بقى باللي جاي يا عزيزي. وبيفعل اللي تشاكرا وبوم انفجار قوي بيرعب الكل، وبيتضح انه قدر ينهي كل المتفجرات اللي سابها هويا وحاوط بها جيش العدو. وما اكتفاش بكده، ده قال لهم يا تهربوا وتنسحبوا بالذوق يا هجيب جيش ونخلص عليكم كلكم. وطبعا ما استنوش يكمل كلمته وهربوا على طول. وبعدها اهل القريه بيحتفلوا، وبعد شويه العجوز بيروح للين وبيعتذر له لانه كان السبب في المصايب دي، لكن لين كان متفاهم انه عمل كده غصب عنه عشان خاطر حفيده. وكمان بنعرف انهم وصلوا لمكان الاكل وهيوزعوه على اهل القريه ببلاش قبل ما جيش التحالف يوصل من تاني. والعجوز عرفهم انهم هيسيبوا القريه الظالمه دي ويروحوا لمكان تاني ويبداوا من جديد. وبالليل كده لين وهويا كانوا راجعين للجيش من تاني، واثناء ما هم ماشيين هوب سامي بيترشق قصادهم، وفجاه بيظهر جنود من كل مكان وبيحاصروهم، وطبعا بقياده الزعيم اللي جاب معاه جيش كبير جدا وقال لهم يقبضوا عليهم. فالجنود بيرموا سهم كتير على ابطالنا اللي سابوا النعام وهربوا في الغابه بسرعه. والجنود ما اكتفوش بكده، دول كمان استعملوا برج عالي في الغابه وضخوا فيه طاقه كبيره، وفجاه طاقه سحريه ابتدت تطلع وكهربت لين اللي وقع على الارض، والجنود كانوا هيحاصروه لولا هي اللي ضربهم وقال له ما تقوم يا عم انا مش عايز اموت هنا. لكن هوب سهم بيترشق في ظهره هي وبيودع، وباقي الجنود بيظهروا وبيستعدوا عشان يقتلوا لين اللي فجاه حاسس بقوه مرعبه جواه، وبوم طاقه الكويبه بتظهر وبتسيطر عليه. لقد حلت الكارثه. وبنروح بعدها لتشياو اللي كان قصاده خريطه بتوضح ان برج ونياو اتبنى في المكان ده بشكل سري، وان مملكه التنين وشو خدعوهم وناويين على نيه سودا، والمفروض ان البرج ده بيطلع قوه كبيره جدا من التشاكرا، ودي هتاثر على لين يا اما هتضعف قوته يا اما هتزودها ويتحول لوحش مرعب. وهوب البرج بيتنشط وبتظهر قوه مرعبه في المكان، وبتوصل لتشياو اللي جرى بسرعه لانه عرف ان لين دلوقتي في خطر، عشان كده امر تشي ياخد جزء من الجيش ويروحوا يهدوا البرج. وبنرجع بعدها لين اللي الكويبه سيطر عليه بالكامل وقوته طغت في المكان،
مكان، والقائد لما شافه هرب بسرعه، والكويبه نزل قتل في الجنود وما كانش راحم حد. حرفيا بطلنا اتحول لآلة قتل وبيخلص على الكل لحد ما وصل للقائد وكان خلاص هيقتله. لكن في اللحظه دي هو قام بسرعه عشان يوقفه، وقبل ما لين يقتل القائد هو بيحط ايده على بقه عشان يوقفه، لكن لين فضل يعض في دراعه لحد ما طيره بعيد. بنروح بقى لتشي ورجالته اللي هجموا على البرج وخلصوا على الحراس في نفس الوقت اللي لين وصل للقائد اللي كان مرعوب وبيستنجد باي حد عشان يلحقه، بس لين نزل ضرب فيه وبيكسره حرفيا. ومن بعيد صحابنا كانوا بيراقبوه وهم مصدومين، خاصه تشياو اللي افتكر لما حصل له كده اول مره وهو طفل، وساعتها بيحاول يختم القوه دي ويوقفه، لكن خلاص يا حبيبي لين اتحول لشيطان ومحدش قادر عليه. لكن تشياو مش بيستسلم وبيجري ناحيته. في نفس الوقت كان في جندي بيضرب نار على لين اللي طبعا ما تاثرش وراح عليه عشان يقتله، لكن فجاه تشياو بيلمس ظهره وبيحاول يسيطر عليه ويختم قوه الكويبه اللي جواه. وفي اللحظه دي البرج بيتدمر، وده ساعده يسيطر على قوه الكويبه وبيختمها. لكن لين ما كانش معاهم ورجع بذكرياته لما كان طفل، واول مره حصل له كده ساعتها قعد يعيط من الرعب، وعرف تشياو انه شاف كابوس مرعب الناس كلها بتكرهه وعايزين يقتلوه. لكن تاني يوم الواد ما كانش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، وتشياو قعد يهزر معاه عشان ما يفكرهوش لحد ما صاحبه جاب له ورقه كده فيها معلومات عن الكويبه، وتشياو كان عايز لين يقرا كل المعلومات دي عشان لو القوه ظهرت يحاول يسيطر عليها. لكن الواد كان اخره يلعب وخلاص. وبنعرف ان وقتها التحالف بحثوا في الموضوع وعرف انه في اشاره لوجود الكويبه داخل الانجشان، وطبعا صاحبه كان شاكك فيه، بيقول له غريبه يعني انك فجاه اهتميت بقصه الكويبه، وده في نفس الوقت اللي التحالف عرفوا بوجوده في البلد، انت مخبي عني حاجه ولا ايه؟ لكن تشياو ما رضاش يعرفه حاجه، وقال له انه عايز بس يدرس شويه عن قوه الكويبه والفرق بين التشاكرا بتاعته والتشاكرا بتاعت البشر. وتاني يوم تشياو اخد لين الغابه، وهناك كان بيدربه على التشاكرا، كان رابط الواد وعايز يفك نفسه عن طريق التشاكرا. وفعلا لين فضل يحاول مره في الثانيه لحد ما القوه بدات تطلع، وتشياو ما اكتفاش بكده، ده كمان استخدم قوته وبيهاجموا بيها، فالواد من الالم عيونه احمرت وما كانش قادر يستحمل. وساعتها كان في حد بيراقبهم، ولما شاف كده راح يبلغ القائد بتاعه، وساعتها طبعا عرف ان الكويبه جوه لين، لان التشاكرا الحمراء دي خاصه بالكويبه. بس اول لما لين يقدر يوصل لقوته ويستخدم التشاكرا الحمراء ساعتها هيتبعت اشاره لبرج ونياو ويحددوا موقعه ويقتلوه بكل سهوله. في نفس الوقت تشياو كان بيضغط على لين عشان يركز اكتر ويتحكم في نفسه، والواد كان بيتألم وبيحاول يطلع التشاكرا لكنه فشل وكل حاجه رجعت لطبيعتها. بس تشياو ما رضاش يحبطه وكان بيشجعه، لكن هوب في سيف كان هيترشق فيهم لولا تشياو اللي صده بسرعه. ولين من الرعب حس بالتشاكرا وتشياو حاول يساعده، لكن بوم سكينه بتترشق في ظهره، فساعتها لين بيتعصب جدا وحاول يفك نفسه، وتشياو خاف عليه فبيرميه في الميه بسرعه. في نفس الوقت اللي ظهر شويه عيال مقنعين وبيستعدوا عشان يقتلوا تشياو، لكنه بيصد هجماتهم بسهوله. وهوب في واحد بيجي من وراه لكن تشياو بيصدها بسرعه. وتحت الميه بنشوف لين وهو بيعاني حرفيا عشان يفك نفسه لحد ما فجاه لقى يد غريبه عايزه تمسكه، فالواد اترعب والكويبه كانت هتطلع لولا تشياو اللي نزل تحت الميه وهداه بسرعه، وبعدها طلعه من الميه وراح لواحد من الجنود واللي الروح ما كان لسه مغروس في صدره. ولما لقى تشياو طلع سيفه استغرب لان ده سيف ملكي من مملكه التنين، وطبعا عرف على طول ان الامير الهربان، فعرفه انه لازم يجمع رجاله يحاربوا معاه، مش هينفع يحارب لوحده والا زعيم التحالف هيخلص منه في اقرب فرصه، ده غير ان مكانه عيلته في خطر. بس تشياو سحب الرمح وعرفه انه مش مهتم وشال لين ومشى. فالجندي قعد يقول له انه لازم يرجع للمملكه ويصلح الدنيا هناك، بس برضه تشياو ما اهتمش. فساعتها الحارس قتل نفسه بعد ما حس بالعار لانه فشل في المهمه. بعد شويه تشياو كان شايل لين، واثناء ما هما ماشيين في الغابه لين فاق وعرفه انه هيكمل تدريباته ويبقى قوي عشان يحميه، لانك السيد بتاعه لازم احميك من اي خطر. وقتها تشياو وقفه على الارض وقال له انا مش السيد بتاعك، انا بهتم بيك لانك جزء من عيلتي، انت ابني الوحيد. بنسيبنا بقى من الذكريات دي وبنرجع للوقت الحاضر، وبنلاقي لين نايم على سريره وتشياو واقف خايف عليه، بينما مينجي كان متعصب جدا وقال له انت خدعتني، ازاي خليتني اساعد الكويبه طول الفتره دي؟ بس تشيو والزعيم لانج كانوا متقبلين الوضع وعايزين يساعدوه قبل ما التحالف يوصل له، لكن مينج كان متعصب على الاخر وعايز يقتل لين، وشايف ان دي مخاطره كبيره على تشياو وممكن يتاذى بسبب كده. بس تشياو ما كانش مركز معاهم وبيفتكر كلام هويا قبل ما يموت، عرفه انه مبسوط بالوقت اللي قضوه سوا ولازم لين يعيش ويحموا لاخر نفس. فساعتها تشياو قال للانج يتاكد ان حقيقه لين ما حدش يتكلم عنها نهائي في الجنود، مش عايزين اي حد يفتح بقه، وبكره هنتحرك في 3 اتجاهات عشان نحمي البلد، بينما تشي هيقعد هنا ويحمي لين من اي خطر. فتشي عرفه ان يدي لين دواء يهدي التشاكرا عشان ما يحصلش اللي حصل من شويه. والغريب بقى ان تشياو بيطلب من مينج يساعده يكتب رساله ويبعتها لاخوه باي بيطلب فيها انه عايز يشوفه. بعد شويه بنروح للين اللي يا دوبك لسه هيفوق، هوب حد بيهاجمه بالسكينه لكن الواد مسكها في اخر لحظه، وبيتضح ان مينج اتجنن وعايز يقتل لين، قال له لازم اقتلك، لازم نخلص من الكويبه. وطبعا لين لسه ضعيف وبيفتكر شويه من اللي حصل في المعركه فبيضعف وبيستسلم لمينج، وقبل ما يقتله هوب الرمح بيتغرز في صدره، وبيتضح ان تشياو هو اللي قتله، وبيقول له لسه غليت ثقتي فيك وخنتني. وطبعا مينج ما كانش عايز يخونه، هو كان عايز يحميه باي طريقه،
وراه وبيقول له انا مش عايزك تحط ايدك في ايد الكويبه لانه هيتسبب في موتك. لكن تشاو قال له انت غلطان، الكويبه هو امل الامبراطوريه، انتوا اللي اغبياء ومش بتفكروا وماشيين ورا اللي بيتقال لكم وبس. وبعدها بيسحب الرمح وبيقتله. تاني يوم بيروحوا يدفنوا جثته جنب هويا، وبنعرف ان لين هرب ومش عارفين يختفى فين لانه ما قدرش يفضل وسط الجيش بعد ما عرف حقيقته. بس الغريب ان تشاو قال لهم احنا لازم نمشي من هنا، هنروح لمملكه تشاو ونخلص من كل اللي بيحصل ده في اسرع وقت. ومن بعيد لين كان بيراقبهم وسمع كل كلامهم. بعدها بيسيبهم وبيروح لحافه الجبل وبيفتكر كلام مينج وانه لازم يموت قبل ما يدمر العالم. ساعتها لين بيحرك رجله وكان ناوي يموت نفسه، لكن فجاه بتظهر لينج وبتجري عليه عشان تمنعه، لكنها بتخبط فيه وبيقعوا هما الاثنين من فوق. لكن الحمد لله بينزلوا في الميه، ولين بيحاول يفوقها وما كانش عارف يتصرف، وكل شويه يسمع خطوات في الغابه ولما يبص ما يلاقيش حد. وقبل ما يقرب من البيت هوب حد بيخبطه في وشه. وبعد شويه كانوا قاعدين هما الاثنين ومعاهم الحيوان الاليف بتاع لينجو، وكانوا بيتخانقوا مع بعض على مين اللي انقذ التاني. وبعد شويه خناقه بيكملوا طريقهم. وطبعا ما ننساش ان البت دي جاسوسه وهنعرف عنها اكتر كمان شويه، كانت بتحاول تاخد معلومات من لين عن تحركات الجيش واذا كان فعلا له علاقه بالكويبه. وطبعا لين استعبط وقال لها كويبه مين، فلينجو عرفته ان الكويبه كل هدفه يدمر نظام العالم. لكن لين قال لها انه بيكره النظام والدنيا دي، اي حد مش معاه واسمه وقوته منخفضه بيعاني، وحتى الكوي مش مرتاح في حياته وبيتحول لشخص قاسي وظالم. ساعتها لينجو عرفته ان كل ده ما كانش موجود في البدايه، بس الملك هو السبب في كل المصايب دي، هو اللي اخترع الاوسمه والمسميات دي. لكنها قالت له انت مالك بالكلام ده، مش كنت بتدور على حبيبتك وبتحارب عشانها؟ بس لين عرفها ان كل ده حجه للقتال مش اكتر، وللاسف مضطرين يستمروا في الحرب، وحتى لو حاول ينسحب مش هيقدر لانه لازم يدعم تشاو ويقف جنبه، ده الشخص الوحيد اللي رباه واهتم بيه، فمهما حصل مش هيتخلى عنه. بعدها بيسالها بتعملي ايه هنا ورايحه لمين، فعرفته انها رايحه تزور واحده صاحبتها. فلين قال لها خديني معاكي وما تقلقيش مش هعمل اي دوشه واحميكي كمان. وبعد شويه بنلاقيه في بيت صاحبتها ومخلص على الاخضر واليابس واكل يجي 20 طبق لوحده. وبعدها قال لهم عايزين نساعدكم في ايه مقابل الاكل ده. وقتها الست بتبص لجوزها اللي قرر ينفخ لين ويخليه يكسر خشب، وفعلا الواد مسك الفاس وبدا يكسر. وصاحبه لينجو كانت مستغربه من هبل لين، بس هو هيساعدهم في الشغل. بعدها البت بتقول للينجو انها حامل ومبسوطه بحياتها، وبيتضح انها اميره زي لينجو، لكنها اتخلت عن هويتها واتجوزت شخص عادي. وقالت لها لما تحبي لين هتعرفي معنى كلامي وهتكونوا مستعده تضحي بحياتك عشانه. وفجاه البت قعدت تصرخ وشكلها كده هتولد. وبنلاقي لين بيجري بكل سرعته لحد ما وصل للحكيمه وشالها وجرى بيها للبيت. بعد شويه ماما ما كانتش مستحمله الالم ولينجو بتحاول تهديها، وبره كان جوزها خايف عليها جدا لحد ما اخيرا سمعوا صوت الطفل، وبتكون جابت بنت جميله جدا. وبيتضح يا صديقي ان الطفله دي معجزه بالنسبه لاهل القريه لانهم ما خلفوش اطفال من سنين، عشان كده بالليل اتعمل لها حفله كبيره وحضرها كل اهل القريه، والكل كانوا مبسوطين وبيرقصوا، حتى لين ولينجو كانوا بيحتفلوا معاهم. واثناء ما هم بيرقصوا لينجو كانت هتقع لكن لين لحقها بسرعه. والغريب لما وقفت وقالت له البت اللي بتدور عليها مش ناوي تدور عليها تاني ولا ايه؟ فلين عرفها انه مجرد لقاء بالصدفه، شافها جنب البحيره واعجب بشكلها الجميل. وقتها لينجو اعجبت بكلامه فبتتحرك بعيد وبتغير شكلها وبترجع للاميره من تاني. ولما لين عرف انها اميره اتصدم، وبعد شويه كان قاعد لوحده، ولما قربت منه كان زعلان عشان ما صرحتهوش من البدايه. وبنعرف يا صديقي ان لينجو مش اميره عاديه، دي من الطبقه الحاكمه اللي بيديروا البلد وكل حاجه، بس الفتره دي عشان المشاكل اللي بتحصل والمقاومه اللي من قرى صغيره زي الانجشان واللي كل غرضهم يحسنوا النظام، ده غير مشكله الكويبه اللي دمرت الدنيا اكتر وخلت زعيم الانجشان الامير تشاو في خطر. وطبعا لين بيقول لها طب ليه كلكم عايزين تخلصوا من الكويبه، عمل لكم ايه عشان تكرهوه كده؟ والغريب لما قالت له عشان قوي بزياده وصعب نسيطر عليه. يمكن في الاصل الكويبه مش شرير، بس لو اتضغط عليه وحد استفزه قوته هتدمر الكل. ومش بس كده، ده هي واهلها عايشين من سنين طويله توصل لالاف السنين وما كانوش بيلاقوه بسهوله ودايما متخبي، فاضطروا يعملوا هجمات عشوائيه على البلاد وقتلوا ناس كتير ابرياء بسبب الكويبه. ولين كان مستغرب من كلامها خاصه لما عرف ان الكويبه ينفع يتخبى وما يأذيش حد. ولينجو عرفته ان الكويبه مش شيطان قاتل زي ما الكل بيتهمه، هو بس قوي وصعب يتسيطر عليه، هو ولا بيحارب الحكام ولا الممالك، بيدافع عن نفسه مش اكتر. عشان كده قالت له انا بس عايزاه هبعده عن العالم، مش هاذيه ولا اقتله، بس لازم نتجنب الحروب اللي بتحصل، وهيعيش شخص عادي ومش هنعذبه بس يجي معانا بارادته. وطبعا هي عارفه ان لين هو الكويبه فكانت بتحاول تقنعه، بس لين ما كانش جاهز وكان عايز يمشي. بس البت عرفته ان جيش الانجشان دخل دول كتير ودمرها، بس لو الكويبه اتمسك كل الحروب دي هتقف، وهيسامحوا الامير تشاو بدل ما الكل ناوي يقتله، وبيخططوا الموت عشان بيحمي الكويبه. وبتطلع له مرايه سحريه بتنور اول لما الكويبه يظهر، بتقول له خليها معاك هتساعدك. لكن فجاه لين بيمسك ايديها وبيستخدم التشاكرا فالبتاع بتنور والبيت بتتصدم على الاخر. نسيبنا بقى من العيال دي ونرجع للحرب بتاعتنا، وبنعرف ان جيش الانجشام محدش قادر يوقفه، راحوا يكملوا المعركه واستولوا على السفن التجاريه، ومن خلالها كملوا رحلتهم وابتدت الحرب مع مملكه شو، وتحركوا للعاصمه شي ودي اساس المملكه واهم منطقه فيها. بس طبعا جيش الانجشام ما
كانش قد الحرب، نصهم ما اكلش من ايام والنص التاني تعبان، وطبعا ده تسبب في خسارتهم. والجنرال لانج يعتبر بيحارب لوحده وبيحاول يسيطر على الوضع، لكن ما عرفوش فاضطروا ينسحبوا بسرعه ويخططوا من جديد. وتشي عرفهم ان الوضع خطر والاحسن دلوقتي ينسحبوا ويهربوا لغابه النور، لكن لانج كان متعصب ورافض يستسلم، عايز يكمل الحرب باي طريقه، لكن الجيش ما اكلش من ايام، وطبعا مش هيقدروا يحاربوا تاني الا لو اتغذوا كويس. ساعتها لانج بيقول له احنا شايلين اكل كتير جدا بس مش عارفين نطبخه، انا هساعد في الطبخ ونعمل لهم وليمه وبعدها نتحرك خلال يوم ونكمل الحرب. وبالفعل بيوافق على اقتراحه، وبعد كام ساعه بيعمل اكل كتير للجنود، والعيال ما كانوش مصدقين انهم هياكلوا اخيرا بعد الجوع ده كله. لكن الغريب لما لانج قال لهم الاكل ده مش هيكفيكم وهيجوعكم اكتر، عارف انكم تعبتوا بس لازم نكمل الحرب في الوقت اللي انتوا تعبانين فيه وعايزين تاكلوا، جيش العدو مرتاحين ومش متوقعين هجومنا، لازم نستغل الفرصه دي، وبعدها بقى هعمل لكم وليمه كبيره مليانه بكل اللي بتحبوه. وفعلا يا صديقي كل الجنود اتشجعوا وقرروا يكملوا الحرب للاخر، وبيتحركوا كلهم وبيهجموا عليهم بكل شراسه، وجيش شي ما عرفش يصد قصادهم، واتصدموا اصلا انهم رجعوا بعد ما كانوا مهزومين. وفي خلال ساعات جيش لينجشان قدروا يخلصوا الحرب والرايه البيضاء اترفعت في قصر العاصمه، وبكده احتلنا المدينه. بعدها القائد لانج دخل القصر بكل غرور، وساعتها رئيس الحراس قال له هنفذ لك كل اللي انت عايزه بس بلاش تقتل الشعب ولا تدمر الاراضي. بس لانج قال له انا عايز منك حاجتين، تجمع لي كل الوثائق المهمه للمدينه كلها، وتاني حاجه توفر اكل كتير للجيش طول فتره اقامتنا. والغريب ان بعد الحرب دي كلها هي دي طلباتهم بدل ما احتلوا المملكه باللي فيها. وبعد شويه اخيرا الجنود بيرتاحوا وبياكلوا ما لذ وطاب، وحتى اهل المدينه كانوا مرتاحين ومطمنين ان الحرب خلصت. وشون بعد تقرير للملك عرفوا انه مش عايز اي حروب في العاصمه، خاصه انهم ما خسروش الا الاوسمه وشويه اكل وخلاص. جيش لينجشان طلباته سهله، يا دوبك اكل يقضي الجيش لكام يوم وبعدها يتحركوا لوجهتهم الاساسيه الا وهي مملكه التنين. وطبعا الشعب كان بيتساءل ليه جيش لينجشان بيجمع الاوسمه من الاماكن اللي هزمها، وبنعرف ان مملكه شو فيها شويه خونه كده بيجمعوا الاوسمه من المواطنين عشان يستخدموها كمصادر طاقه. والمفروض اصلا ان الحروب دي بين الجيش مش المواطنين، لكن قوات التحالف اتخبوا وسط المدنيين وعملوا مشاكل بين البلاد. وما اكتفوش بكده، دول كمان اتخبوا بين شعب لينجشان عشان ياكلوا ببلاش. عشان كده جيش لينجشان بقياده تشياو مقررين يجمعوا الاوسمه من الممالك عشان يخلصوا من العقده دي. وطبعا لما البلد ما يكونش فيها اوسمه جيش التحالف مش هيهاجم المدنيين كل شويه ويسرقهم. بعد شويه بنروح لواحد من الملوك كان واقف قصاد لانج وبيقول له انا مستغرب الشجاعه اللي فيك بقى، مش خايف حد يشوفك. لكن لانج كان واثق من نفسه بزياده، عرفه انه جاي يعمل معاه صفقه كويسه، كان عايز يخلوهم يعدوا من بلده لمملكه التنين من غير حروب ولا وجع دماغ. وطبعا الملك رفض لان اصلا بلده من اعضاء مجلس التحالف، وكده هيبقى خاين ومتعاون مع العدو. ومش بس كده، ده عرفوا ان اصلا باي قائد التحالف سمح لتشياو يرجع بلده، لكن تشياو هو اللي عايز يكمل حرب مع ان القائد ما منعش رجوعه، هو عايز يرجع لوحده من غير جيوش ولا قاده. وطبعا لانج رفض، عرفوا ان تشياو لو رجع لوحده هيغدروا بيه ويقتلوه، فالاحسن الملك يساعدهم يعدوا الحدود لمملكه التنين من غير مشاكل، وبيديله ورقه كده عشان يقراها، وكانت رساله من تشياو عرفوا انه مش عايز حروب تانية، عايز يوصل لارضه بسلام من غير ما يقتل ناس بريئه. ومع شويه رغي من لانج الملك قرر يفكر في عرضهم لانه مش قد تشياو. بنروح لمكان تاني عند العيله الحاكمه وباقي الملوك واللي من ضمنهم لينجو، والقائد باي وصل له تقرير بافعال جيش لينجشان، وكمان معترضين على نظام الاوسمه، وبما ان قائد قوات التحالف لازم ياخد اجراء قوي، وطبعا الكل معترض على تشياو ومش عاجبهم اللي بيحصل، غير انه عايز يسافر من خلال مملكه شو بعد ما استولى على العاصمه. وطبعا باي كان بيفكر في رساله تشياو اللي عايز يعدي من مملكه شو من غير حروب، وملك شو قال له انا عايز اوافق، بلدي مش قد الحروب والراجل مش عايز يقاتل على الفاضي. بس واحد من القاده قال لهم مش غريبه راجل اعمى زي تشياو قادر يحارب بالقوه دي، والقاده قعدوا يتخانقوا وكل واحد بيخبط في تاني لحد ما باي قرر يتكلم ويعرفهم خطته، الا وهي ان تشياو وجيشه يتحركوا من مملكه شو ويوصلوا لمملكه الحراس، وهناك هيقابل تشياو ويقنعه يقعد في الجبال اللي في مملكه التنين لوحده. وطبعا القاده ما كانش عاجبهم الكلام ده لانهم كده بيدخلوا تشياو في ارضهم ومش ضامنين هيعمل ايه في المستقبل، ده غير انهم خايفين من بعد ما برج لونياو اثبت ظهور الكويبه في المكان، فعشان كده عايزين لينجو تهجم على الجيش وتخلص منهم. لكن لينجو عرفتهم انها بالفعل عملت بحث في المنطقه وما لقيتش الكويبه، والاكيد ان ده غلط من برج لونياو بسبب هجوم لينجشان، لكن الكويبه لسه ما ظهرش. وباي استغل الفرصه دي وعرفهم انه طالما وجود الكويبه مش اكيد فلينجو مش هتعمل هجوم شامل غير لما تتاكد، وخلال 3 ايام هيقابل تشياو ويحل المشكله معاه، ولو ما عرفش هيحاربوه ويقتلوا بنفسه. وبعدها الاجتماع خلص وكل القاده خرجوا ما عدا ملك شو اللي قالوا من زمان وانا حاسس انك بتحمي تشياو في السر، بس اخوك عنيد من ايام ما كان صغير، لكن عناده دلوقتي هيسبب في تدمير العالم كله. وبنعرف كمان يا صاحبي ان لينجو مش واحده عاديه، دي لقبها الملاك المدمر، يعني تقدر تدمر العالم كله في دقايق، بيخلوها بس في الحروب الكبيره وقت ظهور الكويبه. وباي قال له ما تقلقش انا هتصرف، خليهم بس يعدوا الحدود، لكن الملك بيحذره من القائد نينج لانه هيموت وياخد مكانه ويبقى قائد التحالف. وبنروح لنينج وبنلاقي الحارس بتاعه اداله تقرير سري كان المفروض يوصل للقائد باي، بيقول له الرساله دي مكتوب فيها لازم نلاقي تشياو لحد ما نوصل للرؤيه الحقيقيه.
بس الحارس فك شفرات الرساله هو وفريقه ولا مكتوب فيها انهم بيدوروا على الكويبه وانه ظهر فعلا، كان موجود في جيش لينجشان بس سابهم وبيتحرك لوحده، عشان كده الحارس بعت فريق يدور عليه. وقتها نينجي قرر يخلص من الاخين ويريح دماغه، والحارس عرفه انه في برج ونياو في مملكه التنين. البرج ده فيه طاقه كبيره تقدر تقتل الاخين مره واحده. تاني يوم بنروح للين اللي كان متخبى على حدود مملكة الشجر، ولقى الحراس بيفتشوا الناس فقرر يدخل بطريقته. طلع على الحيطة لحد ما وصل لاخر القصر وشتت الجنود وابتدى يتسلل اللي جوه، لكن في واحد من الجنود بيصحى وبيشوفه. ساعتها لين بيكسحه وبيهرب بسرعة، وبسبب الدوشة بقى الجنود بييجوا وبيعرفهم ان في حد دخل المملكة. بس لاحظ ان صاحبه ماسك صورة غريبة وطلعت صورة للين فيها معلومات بتقول انه الكويبة وما ينفعش يدخل البلد، وطبعا دي صدمة للحارس اللي عرفهم ان هو اللي ضربه ودخل البلد. بنروح بعدها لمملكة شو وبنلاقي العجوز بيرحب بتشياو، خاصة انهم اصحاب من زمان، بيرحب بيه وبفريقه وبيدخلهم ارضه. وهناك اتكلم مع تشياو وقال له ارجع بلدك وكفايه حروب، اسمع كلام اخوك يا جدع. لكن تشياو عرفه انه مش هيقدر يتخلى عن صحابه وشعبه، لازم كلهم يدخلوا مملكه التنين مش هو بس. وبيتضح ان تشياو ما كانش عايز كل ده من الاول، لكن وصلت له اخبار ان التحالف ناوي يقتل اهل لينجشان كلهم يا اما يسيبهم يموتوا من المرض. وطبعا ما حدش من لينجشان اخد مصل طاعون زي باقي البلاد، عشان كده تشياو عايز يحارب عشانهم. لكن الملك عرفه ان في اخبار منتشره انه متحالف مع الكويبه، وعشان كده ما حدش طايقه، خاصه ان مش طبيعي جيش كحيان زي لينجشان يفوز بالسهوله دي ضد اقوى الممالك. بس تشياو عرف ان كل دي اشاعات ومفيش وجود للكويبه. عرفه كمان انه هيعمل اي حاجه عشان ينقذ شعبه من الموت. بنروح بقى لاخوه باي اللي ما كانش عارف ياخد قرار لحد ما دخلت له مراته وحاولت تهديه، لكن عرفها انه شكله هيضطر يقتل اخوه. بيفتكر بعدها ذكرياته مع تشياو ايام ما كانوا اطفال وبيتدربوا سوا على المبارزه، كانوا بنفس المهاره والقوه تقريبا لحد ما كبروا وبقوا شباب وكانوا مكملين تدريب سوا وكل واحد عنده مهاراته الخاصه. بس تشياو كان اقوى بمراحل وبيهزم اخوه، لكن ما كانش عندهم نيه يغدروا ببعض، بالعكس تشياو وعد يكون معاه للابد مهما حصل. وعدت سنين تانية وكان في حرب كبيره بقياده باي اللي رفض وجود اخوه لان الوضع كان خطير. بس تشياو دايما كان بيساعد اخوه حتى لو هيخاطر بحياته، والمعركه كانت مولعه على الاخر وكان هيخسروا، بس وقفوا في ظهر بعض لاخر لحظه. لكن بعدها الملك كان بيقرا خطاب كده وبعدها ادى ميداليه المجد الوطنيه لواحد تاني غير باي. وطبعا تشياو اتعصب لان اخوه كان قوي جدا وحارب لاخر نفس، بس باي هداه وعرفه انه فعلا ما قدرش يقاتل كويس في اخر معركه ومتقبل النتيجه، وسحب اخوه قبل ما يولع الدنيا. بس تشياو ما سكتش، طلع الميداليه بتاعته واداها لاخوه. وتشياو كان عايز يكون الملك بس عشان يغير نظام المكافآت الظالم ده، واي حد يحارب يديله اللي يستحقه بدل ما يحبطه. واتفقوا ان اللي هيكون الملك فيهم هيدير البلد بكل عدل ويغير القوانين الظالمه دي. وطبعا باي وتشياو كانوا امراء عاديين جدا في زيهم كتير، وكل واحد بيفرق عن التاني بمهاراته القتاليه. بعدها بفتره حصل تقييم للفنون القتاليه وتشياو فاز بالمركز الاول بجداره، وكان مرشح انه يبقى قائد التحالف ضد الكويبه. والغريب انه وقتها نينجا هو اللي اعلن فوزه، وكمان قال له هتحضر معايا اجتماع الدارما السري بتاع النهارده. بس تشياو ما كانش عايز يمشي من غير اخوه اللي فضل يقنعه يروح وانه خلاص قائد المستقبل واختاروا له المهمه دي. وبالفعل بيدخل من البوابه السحريه ولاقي القاده بيتكلموا عن السلاح المصنوع مخصوص عشان يقتل الكويبه. وطبعا القاده دول نفس اللي شفناهم من شويه زي نينجو وحتى لينجو. السلاح اللي اتصنع مرعب وفي ناس كتيره ممكن تموت بسببه، مش الكويبه بس. ومش بس كده، ده السلاح هيبيد كل اللي على الارض، حتى الحيوانات مش هتترحم. عشان كده قرروا يجربوا السلاح على الحدود الارضيه لحد ما يلاقوا الكويبه، وبعدها يستخدموا اسلحه تانية عشان يخلصوا عليه. وحتى لو الناس ماتت مش مهم، يعني هيبقوا يعوضوا الاهالي. وما اكتفوش بكده، دول عايزين تشياو يساعدهم بما انه هيكون قائد التحالف قصاد الناس. وطبعا تشياو كان مصدوم، عرفهم ان الخطط دي ما تنفعش ولازم تتغير، ولا الناس رخيصه عندكم للدرجه دي. لكن نينجا قال له اهدى كده وفكك من المثاليه الزياده دي، انت اصلا مختلف عن كل مخلوقات الارض، فمش هنضحي بيك وهنستخدم الاسلحه الخاصه ونساعدك وهنخليك البطل اللي قضى على الكويبه. بس تشياو رفض يكون البطل ويضحي بالناس البريئه، وطبعا ده ما عجبش العائله الحاكمه اللي كانوا شايفين انهم في مكانه تانية بعيد عن البشر، مش فارق لهم مين يموت ومين يعيش، المهم يحققوا هدفهم. فعرفوا له مش هيكون معاهم فاخوه موجود، بس تشياو كان واثق ان اخوه زيه مستحيل يضحي بالناس عشان يكون بطل، وقال لهم انتوا مالكمش لازمه، همكم مصلحتكم الشخصيه وبس. العائله الحاكمه شويه ظلمه وانا مش هكون معاكم، وسابهم وخرج عشان يقابل اخوه اللي قاعد يلومه بعد ما شتم الحكام واهانهم. ومش كده بس، عيلتهم اللي هتكون في خطر، ده مملكه التنين بالكامل. بس تشياو كان متعصب، قال له يعني انت عايز تبقى قائد التحالف وتقتل الناس دي كلها؟ تشياو كان شايف ان مفيش فرق بين الكويبه والعائله الحاكمه، الاتنين هيدمروا البلاد، ده يمكن الكويبه احسن كمان، على الاقل ما تسببش في موت حد. وقتها بقى يعرف ان الكويبه مخلوق قوي وخطير، مجرد ما يظهر العالم كله هيتدمر، عشان كده العائله الحاكمه مستعدين يضحوا باي حاجه عشان يخلصوا منه. وكان بيحاول يقنعه يوافق، لكن تشياو رفض وسحب سيفه وقعد يتدرب بكل شراسه لحد ما فجاه باي كسر له سيفه وقال له ارجع اعتذر لهم. وطبعا تشياو رفض تماما حتى لو هيتخلى عن منصبه الجديد.
جديد بيقول له هتكون معايا ولا هتنضم ليهم، بس بيطمنه وقال له انه معاه للنهايه. لكن للاسف بعدها بفتره العيله الحاكمه خطفت تشياو وبيعاقبوه بابشع الطرق عشان يغير رايه، وباي مش عارف ينقذه وقعد يترجى نينج عشان يسيبه. لكن نينج رفض وعرف انه حتى ابوه موافق يضحي بيه ويفضل يتعذب لحد ما يغير رايه، ولو رفض هيفضل يتعاقب لحد ما يفقد الذاكره وينسى كل حاجه، وساعتها بقى هيتحكموا فيه على مزاجهم. وعدت الايام وتشياو محبوس وبيتعذب لحد ما فقد نظره من كتر التعذيب. وفي يوم دخلوا الحارس وعرفوا ان فتره تعذيبه خلصت وهيهرب النهارده، وبيفك قيوده وبيقول له لازم تهرب من هنا معاك لحد بكره. في شخص بلغني ان الحراس مش هيكونوا موجودين فلازم تهرب من البلد كلها. وطبعا تشياو رفض يهرب من غير اخوه، بس الحارس عرفه ان دي الفرصه الوحيده اللي قصاده بفضل ملك مملكه التنين. تشياو فكره بيتكلم عن ابوه فما فهمش، لكن الصدمه لما الحارس قال له ملك المملكه دلوقتي هو باي. ومش بس كده، ده بقى قائد التحالف المقدس والكل بيهتف باسمه. ومن هنا يا صاحبه تشياو خد الصدمه اللي بجد وتفرقوا الاخوات. نرجع بقى للحاضر وبنلاقي جيش تشياو مستنيين على الحدود بقالهم كتير، وشكلهم كده هيضطروا يقاتلوا عشان يكملوا طريقهم. وبعد ساعات طويله من الانتظار فجاه بيظهر الواد سو، وده مبعوث قائد التحالف، عرفهم انه مش هيقدر يحضر وبعت رساله مخصوص لتشياو وكاتب له فيها انا لسه فاكرك وعارف انك اخويا الوحيد، فاكر ذكرياتنا سوا، فاكر وعودك ليا وفاكر كل حاجه بينا. بصفتي ملك التنانين وقائد التحالف كان المفروض اقرر اعدامك، لكن انا ما قدرتش اتسبب في موتك وهضحي بحياتي عشان انت تعيش يا تشياو. في نفس الوقت اللي باي بيوصل لنينج وبيستخدم قوته عشان يقتله، وعلى الناحيه الثانيه سو كان شايل السيف بتاع باي وبيقدمه لتشياو اللي كان مصدوم على الاخر، وقال له الرساله دي من الملك سلمك سيفه، وده معناه انك ملك البلد دلوقتي، حتى انه ناقش اسمك عليه بنفسه. ومش بس كده، ده اداله الميداليه الخضراء اللي تشياو اداها لاخوه زمان. وبنرجع لباي اللي طبعا ما قدرش على نينج واتصاب اصابات خطيره. نينج قال له طلعت غبي زي اخوك ودلوقتي مملكه التنين هتتدمر بسببكم، لكن باي امن تاني، عرف انه هيحارب لاخر نفس لاجل مملكته وشعبه. وبوم انفجار قوي بيحصل في البرج وبيوصل للكل حتى تشياو اللي شاف البرج بيولع قصاده واغمى عليه، ما استحملش من الصدمه. تاني يوم لين كان بيهرب والجيش بيطارده عايزين يمسكوه، لكن الواد بيجري بكل سرعته، وفجاه بيظهر سو وبيسحبه وبيطيروا في الجو، والجنود ما عرفوش مكانه واتحركوا بعيد، وبيطلع ان سو خباه فوق الشجره. ولما الجنود مشوا نزلوا من تاني قال له اخيرا لقيتك يا سيد كويبا، عموما كل حاجه خلصت، ملك التنانين مات والسيد تشياو مريض جدا دلوقتي ولازم ترجع له بسرعه، انا هساعدك واوصلك ليه. بنروح بعدها لتشياو اللي كان تعبان جدا وبينادي على لين، وبيفوق وهو مرعوب بيلوم نفسه على موت اخوه. في نفس الوقت اللي بيوصل لين وهو مرعوب عليه، وتشياو عرف انه للاسف في حاله صدمه ومش واعي اللي بيحصل. تشياو بيلوم نفسه بسبب موت اخوه، انه بسببه كمان لين مش عارف يعيش حياته، لو كان سابه يتيم وعاش لحاله في الكهف ما كانش اتصاب باللعنه دي. وحتى اخوه مات وهو زعلان منه لانه قعد سنين كان فاهمه غلط وشايفه خاين، ما يعرفش انه ضحى بكل حاجه عشانه، وقعد يلوم نفسه ما كانش مركز في اللي بيقوله. ولين اضطر يسيبه وعرف صحابه ان حالته خطيره ومش عارف هيساعده ازاي. وقتها تشي قال له ده سيد لومو هيساعدنا في العلاج، لكن لومو قال لهم مش انا اللي هقدر انقذه، انا اغبى من كده بكتير، خلونا نلعب جيم شطرنج الاول وبعدها هقول لكم على الحل. وطبعا لين بيقول له شطرنج ايه يا عم انت والراجل بيموت جوه، هو انت عبيط؟ لكن لومو قال لهم تعالوا بس معايا وانا اشرح لكم. وبالفعل بياخدهم وطلع لعبه الشطرنج، وكان فيها حارس احمر دوره يخترق صفوف العدو ويفوز باللعبه، وقعد بقى يشرح له ازاي يحركه ويفوز بيه من غير خسائر. بعدها بيعرفوا انه زمان اتعرف على شاب صغير اسمه شيكو كان ما عندوش قلاده ونياو، والناس كانوا شايفينه ضعيف واهبل، لكن في الحقيقه كان عنده قوه كبيره جدا بترعب الكل منه. بس الواد كان في حاله ولا فارق له اي حاجه، ولومو يبقى رئيسه في الشغل وكان معجب بمهاراته. وفي يوم طلب منه يلعبوا شطرنج سوا، وهو اللي فهمه اللعبه وازاي يفوز فيها. وبمرور الوقت الشغل زاد عندهم بفضل شيكو اللي الناس حبته بتيجي المتجر عشانه. بس الكلام ده ما عجبش التاجر اللي جنبه، واللي عرض عليه يشتري المتجر منه بدل ما يكسره على دماغه. ولما لومو رفض الجدع خلى رجالته يكسروا المكان بالفعل وبهدلوه على الاخر. وحتى لما شيكو حاول يوقفهم اتضربوا وكسحوه، ولومو حاول يدافع عنه لكن اتضرب هو كمان، وبدا يقتل التاجر اللي مسك مقصه وعايز يقتله، لكن هو بيتكعبل المقص بيتغرس في قلبه وسط صدمه الكل. وقتها الرجاله جريوا وهما بيقولوا قتل القائد، نادوا على الحراس، وساعتها شيكو مسك المقص بسرعه في نفس الوقت اللي دخل عليه الحراس وقبضوا عليه. والواد استسلم وما رضاش يعترف على لومو اللي كان مصدوم ومش عارف ينطق، لحد ما بيفوق بعدها وبيلم فلوسه وبيروح لرئيس القريه عشان يرشيه ويخرجوا الواد. وطبعا الرئيس رفض لان الواد متوصى عليه، وشاكين كمان انه الكويبه وعملوا عليه تجارب. وهوب المكان بينفجر واغلب الجنود ماتوا والباقيين بيهربوا، وفجاه بيظهر شيكو بس كانت الكويبه مسيطره عليه، بس بعدها بيرجع لطبيعته. ولومو كان عايز يهربه من البلد، لكن شيكو قال له انا الكويبه دلوقتي وخطر تفضل معايا. بس لومو ما كانش عايز يسيبه وبيقول له انا هسفرك لبلد تانية. بس شيكو رفض وعرفه انه حاول يخفي حقيقته عن العالم، لكن دلوقتي الكل هيعرف ان الكويبه بعد ما الناس ماتت بسببه لازم يهرب وما يأذيش حد. لكن فجاه الجنود بيظهروا في المكان وكانوا هيقتلوه، لكنه بيفعل حاجز الحمايه عشان لومو ما يموتش. قال له انا اسف، وطلع من الحاجز بعد ما تحول للكويبه وفتح بوابه في الجو ورمى فيها لومو عشان يبعدوا عن المكان. بنرجع بقى للوقت الحالي، وتشي ولين مصدومين من كلامه ان في 2
تانيين كويبه في العالم، بس لوم وضح لهم ان الاحداث دي حصلت من 300 سنه وان شيكو بعته للمستقبل عشان ما يواجهش اي مشاكل، وطبعا دي حاجه مش منطقيه خالص. عشان كده لوم فضل يبحث عن كل حاجه متعلقه بالكويبه، وعرف ان الونياو هو اللي تسبب في كل المصايب اللي بتحصل. هم الاول ما كانش ده غرضهم، كانوا عايزين يدوا مهارات جديده للناس، لكن الموضوع خرب منهم، وبسبب اول جيلين من الكويبه اللي كان بيدمر العالم ويقتل الناس، فالعيله الحاكمه اخترعوا نظام الونياو عشان يخلصوا عليه. بس هل لو الكويبه مات العالم مش هيتدمر؟ بالعكس، ده نظام الونياو خرب طبيعه الناس، ومن ضمن الناس كان الطفل لين اللي صح لقى نفسه في غابه ومضطر يحارب عشان يعيش. وطبعا لين متلخبط، مش عارف ولا فاهم اي حاجه من كل اللي بيحصل حواليه، بس لهم عرفوا ان الوحيد اللي هيحل مشاكل العالم ويدمر النظام الغبي ده. لكن ساعتها لانج بيجي عليه بيقول له انت الكويبه، وجودك مهم للعالم سواء اللي بيكرهوك او اللي بيحبوك، وابتدى يشجع لين اللي كان محتار، وعرفوا ان الدنيا كده كده خربانه، فالاحسن دلوقتي يخلصوا على الظلمه اللي عاملين مشاكل. وحتى لوم قرر يساعدهم ويتعاونوا سوا عشان يخلصوا من الشر والظلم. وفي البدايه لين قرر يسافر لمملكه التنين عشان يرجعوا الامير تشياو لبلده، وبالفعل بيجمع الجيش وعرفهم ان الامير تشياو عايز يرجع بلده من غير حروب. وتاني يوم كلهم اتحركوا ناحيه المملكه، وفي الطريق لانج بيتكلم مع لين انه لازم يكون قائد الجيش، خاصه بعد ما يرجعوا البلد وتشياو يبقى الملك هيحتاج قائد يساعده. لكن لين لحد دلوقتي مش قادر يتجاوز فكره انه جواه الكويبه، فشايف انه ما يستحقش يكون قائد ولا يفضل وسطهم حتى، بس عشان تشياو مستعد يعمل اي حاجه. فلانج بيقول له حياتك كانت ازاي قبل ما تقابله، فبيحكي له انه كان بيصطاد الحيوانات من الغابه وياكلها، كان بيفضل يجري وراهم لحد ما يقتلهم. وفي يوم شاف تشياو وهو واقف لوحده قصاد 3 من الجنود وكان ناوي يساعده، لكن اتصدم من قوته المرعبه وازاي خلص عليهم ودفنهم كمان. بس الغريب انه ما كانش مبسوط عشان بيقتل الناس، وده خلاه يعجب جدا بتشياو. بعدها فضل يتابع اخباره وعرف انه اعمى كمان بس قوته مرعبه، عشان كده قرر يلفت انتباهه وبقى ياخد اكله ويدخله بيته من غير ما يحس. وكمان كان بيسرق منه، كان يصطاد الحيوانات ويحطها في بيته ويبدلها بفواكه. وفي يوم شاف الخيط الاحمر فكان هيتخطاه، لكن تشياو حس بيه في المكان وكان هيقتله لولا ان لين حضنه، ومن يومها تشياو اتبناه واعتبره ابنه. وساعتها الاتنين بيضحكوا على الذكريات دي لحد ما وصلوا لبوابه المملكه، ومن قبل ما يدخلوا والناس بيتكلموا عن الكويبه ومستغربين انه مجرد شاب عادي. ساعتها لانج نزل يطلبهم بالونياو مقابل ان الكويبه ما يأذيهمش. والغريب اما واحد يتكلم وعرفهم ان الونياو مش معاهم، وحتى لو معاهم مش عايزين لين وسطهم، كفايه عليهم الامير تشياو. فلانج قال لهم غريبه يعني، مش تشياو ده اللي طردتوه من ارضه واعتبرتوه خاين؟ فالعجوز عرفوا ان الحقيقه بانت، عرفوا ان تشياو اتعمى بسببهم وانه رفض قرارات العيله الحاكمه عشان خاطرهم، وكلهم قعدوا يشكروا في تشياو وفخورين بيه، بينما تشياو سمح كلامهم ومش قادر يواجههم. وفجاه بيظهر واحد وبيرحب بعوده الامير لبلده، لكننا مش هندخل الكويبه لارضنا. وبنعرف ان بعد موت الامير باي عيله كراشوك هي اللي دارت البلد لحد ما الامير تشياو يرجع، وكان كل هدفهم يخلصوا على الكويبه. بس لين عرفوا انه مش جاي في خراب، هو وجيشه كل هدفهم سلامه الامير تشياو، واهم حاجه انه يرجع لبلده. بس الجنرال وجيشه ما عجبهمش الكلام وكانوا هيسحبوا اسلحتهم ويقتلوهم. والغريب لما لين قال له بما انك جنرال عادل فانت شايف ان القتال دلوقتي ظلم لينا، جيشنا تعب من السفر وعايز يرتاح، فخلونا نقاتل كمان يومين. بس الجنرال رفض وعرفهم انهم هيقاتلوا بكره، وبالفعل لين وافق على عرضه، وعلى السريع عملوا اجتماع هم الخمسه عشان يحطوا الخطه المناسبه. وبنعرف ان في صحراء هنا الحرب فيها هتكون كويسه واسمها صحراء يونجي، ولين قال لهم هنروح الصحراء دي ونقعد طول اليوم هناك، بعدها نرجع للمملكه من طريق تاني. الله، يعني مش هتحاربوهم بكره؟ وبيتضح ان لين عارف ان جيش الجدع ده صعب جدا مستحيل يقدروا عليه، فهيتخبوا في الصحراء دي وهو بالمره يبعدوا عن عيون قاده التحالف، خاصه انهم لو فضلوا في المملكه الاعداء هيستغلوا الفرصه دي وكل شويه هيهجموا عليهم. وبالفعل يا صديقي الخطه دي بتعجب الكل وقرروا ينفذوها. تاني يوم بنروح لنينج اللي الحارس عرفه الاخبار وان جيش لينجشان هيقتلوا عائله كارا، لكن الصدمه لما نينج طلع عارف كل حاجه وان الجيش مش هيقتلوا ويستخبوا في الصحراء. وعشان يخلص من الحوار ده طلب من الحارس ياخد جيش الفضائيين ويقتلوا بيهم جيش لينجشان في الصحراء. وطبعا الحارس اترعب، ما هم برضه معاهم الكويبه، لكن نينج طلع له حجر وقال له طالما ده معاك قوتك هتعادل قوه الكويبه ويمكن اكتر منه كمان. بعد شويه بنروح لجيش لينجشان في الصحراء والجو كان صعب جدا وتشياو ما كانش قادر يمشي، وساعتها لانج لمح جيش الفضائيين وادى اشاره لجيشه، لكنهم بوم ضربوا عليهم نار وفجروا الدنيا كلها. ساعتها لين ساب تشياو مع الحارس وراح يساعد لانج، وابتدوا يمسكوا الطيارين ويخلصوا عليهم واحد ورا تاني، وحتى الجنود كانوا بيقاتلوا على قد ما يقدروا لحد ما بيظهر الحارس زهاك اللي نزل قتل في الجنود بسرعه مرعبه، بقى بيصطادهم واحد ورا التاني ويقتلهم، حرفيا اتحول لآلة قتل محدش قادر عليه لحد ما بيقفوا قصاد لين والحرب بدأت بينهم. لين بيجري عليه عشان يضربه، لكن هوب بيتحصر بطاقه الحاجز وبيتجمد لثواني، وزهاك استغل ده وضربه، والمعركه ولعت بينهم ولين ما كانش قادر عليه. الحارس مسح بيه الارض حرفيا، كساه
بسلاحه وكان خلاص هيقتله، لكن هوب رمح طاير كان هيخلص عليه لولا انه بعد بسرعه، وصاحب الرمح كان تشياو. ساعتها لين بيفوق وبيسحب الرمح وبيبدا يقتل بيه، وفعلا قدر يسيبه المره دي ويصد كل ضرباته، لكن الحارس بيرمي عليه شويه متفجرات وبيضربه من تاني وبيكسحه. يا نهار ابيض يا جدعان، الواد هيموت ولا ايه؟ لكن ده ترميز تشياو يا حبيبي، بيفتكر كل تعليماته، وساعتها قام من تاني وصد ضربه الحارس ومسكه من دراعه وطيره بعيد ونزل في ضرب. بعدها حط الرمح على رقبته وقال له طالما خسرت قصادي يبقى تتخلى عن حرب الونياو. لكن الواد فضل يضحك بسخريه، مش مصدق ان الكويبه طيب للدرجه دي. شكل تشياو عرف يربي، وهوب بيهاجمه من تاني وقدر يفلت منه، وساعتها بيستخدم حجر الطاقه وبيبقى اقوى بكتير، بس جرى يحاربه من تاني، والجدع بضربه منه بيطيره بعيد. حرفيا الضربه كانت مدمره بدرجه مرعبه، لين بيصد بصعوبه ما كانش قادر عليه، والرمح اتسحب منه كمان، وبينما الحارس كان خلاص هيقتله بالرمح هوب دراعه بيتقطع. ايوه بقى يا معلم. لكن فجاه دراع الحارس بيتجدد من تاني ولا كأن حاجه حصلت، وتشياو ولين وقفوا جنب بعض عشان يقاتلوا سوا. الاتنين قعدوا يهاجموا فيه بس الجدع ما بيرحمش، مكسحهم والضربات ما بتاثرش فيه، وبضربه منه بيطيرهم. كان مركز اكتر مع لين وبيهاجموا بالسكاكين، ولين كان بيحاول يصد الضربات لكنه مش بيقدر وكان خلاص هيموت، لكنه قدر يفلت في اخر لحظه. لكن برضه الحارس مش رحمه ورمى عليه سكاكين اكتر، وبالفعل قدر يعوره. بعدها استدعى قوته السحريه ورماها عليه، وفي اخر لحظه تشياو بيعمل حاجز سحر وبيحاول يصد الهجوم، لكن هوب الحاجز بيتكسر وتشياو بيتصاب. ساعتها لين بيصرخ وبوم الثمان بوابات الشكل اتفتحوا، وساعتها الكويبه بيظهر بضربه منه بيدمر الارض باللي فيها. نزل تكسير في الواد بسرعه مخيفه وبيصد كل ضرباته وكسحه على الاخر، لكن برضه الحارس مش سهل، كان هو كمان بيهاجم، لكن هوب جناحه بيتقطع ولين لزقه في الحيطه وكان خلاص هيقتله لولا تشياو اللي قال له بلاش تكون زيه. وفعلا لين بيفوق في اخر لحظه وبيجري على تشياو اللي كان خلاص بيودع، والحارس اترعب وهرب من المكان، وتشياو كان خلاص على اعتاب الموت. لمس لين وقال له انا اسف، انا السبب في اللي بيحصل لك، وانا اللي حولتك للوحش ده، بس خلاص انا هموت وهتكمل حياتك لوحدك. وبيفتح له كل بوابات اللي تشاكرا وقال له انا مش هكون موجود عشان اسيطر عليك، بس انا واثق فيك انك قدها. ولين انهار على الاخر وقعد يعيط مرعوب من فكره موته، لكن تشياو قال له خلي بالك من نفسك ولازم تسيطر على الكويبه اللي جواك. وبيموت تشياو وسط صرخات لين اللي خلاص ابوه مات وسابه لوحده في العالم ده. بعد شويه بنلاقيه شايل جثه تشياو وبيتحرك بيها لمملكه التنين، وهناك الجنرال رحب بيه وعرفه انه جاهز تابوت ملكي للامير وعايزين يستلموا الجثه عشان يدفنوه، لكن لين رفض يسلم الجثه ودخل لوحده المملكه عشان يدفنه. وطبعا الجنرال ما فتحش بقه ومنع باقي الجيش من الدخول. وبنروح للين اللي كان شايل جثته وماشي بيها في المدينه، واهل القريه بيعيطوا على فراق الامير اللي ما لحقوش يقدموا له اي حاجه، بس لين كان الفراق اصعب عليه، شايل تشياو بنفس الشيله اللي كان بيشيلها له وهو صغير، بس الفرق المره دي انه هيوديه القبر بايديه. بيفتكر ذكرياتهم سوا وازاي دافع عنه في الحرب مع الحراس ورباه وهو صغير وفي الاخر مات بسببه. بعدها بيوصلوا القبر وحطوا فيه في نفس الوقت اللي بتيجي بنت بتديله ورد وبتعزيه، بتشكره عشان رجع الامير لبلده. ولين اخد الورد وحطه في التابوت وتاكد انه اتقفل واتباع تحت الارض في اعماق البحر. وفي مكان تاني العائله الحاكمه بيفكروا هيعملوا ايه بعد موت الاميرين وظهور قوه الكويبه الحقيقيه، لكن لينجو اعترضت، عرفتهم ان القوه دي ظهرت بسبب استفزازهم ليه مش اكتر، ده غير ان مفيش سبب للحروب دلوقتي، الامير دخل بلده ومات، وحتى شعب لينجشان ما بقوش عايزين التريقه اللي جم عشانه. لكن واحد من القاده عرفهم انهم لازم يخلصوا من الكويبه قبل ما يحتل مملكه التنين، لقوا واحد تاني بيقول لهم نضحي بالمملكه كلها ونقتله. واخيرا واحد عاقل نطق وعرفهم ان مملكه التنين اهم مملكه في العالم، وده بسبب قشره التنين اللي بتمد الونياو بطاقه. واخيرا بينطق نينجو وقال لهم شكلكم نسيتوا برج الطاقه الرئيسي، احنا نقدر نجمع طاقه الونياو من باقي الاماكن وندخلها البرج الرئيسي، نستنى الكويبه يوصل لمدينه المجد وندمره هو واللي معاه بضربه قويه واكيده. ومحدش اعترض الا لينجو اللي قالت لهم انتوا عايزين تقتلوا الناس بعد ما وثقوا فيكم، فنينجا قال لها ونستنى لما الكويبه يتحد معاهم ويقتلونا احنا بقى، شكل قعدتك مع اهل الارض اثرت على دماغك، احنا دورنا الاساسي نقتل الكويبه اول ما يظهر. بس واحد بيوقف الخناقه وعرفهم ان جيش التحالف حاليا بقياده نينج ومفيش بشر يدير العالم، طاقه الونياو وحدها مش هتدمر الكويبه، خاصه لو جيش لانجشان اتحدوا مع مملكه التنين، وكده موقف العائله الحاكمه هيكون في خطر، ولو دمروا مدينه المجد كمان فالدنيا هتولع اكتر بعد ما قتلوا كل ملوك مملكه التنين. ولينج الوحيد اللي قاعد يقنعهم بقتل الكويبه وما يهتموش باي حاجه تانية، عشان كده بيعملوا تصويت، وطبعا لينجو رفضت، لكن نينجو والباقي كلهم بيوافقوا. وقتها لينجو قررت تمشي وما تساعدهمش في مهمتهم. نرجع بقى للارض وبنلاقي ابن الملك
سباي واقف مع لين اللي عرفه انه هيحمي مملكه التنين من اي خطر، وبيشكره عشان دخلوا يدفن تشياو في ارضه. وبعدها رجع معاه لمدينه الماجد في نفس الوقت اللي العيله الحاكمه بيجهزوا خطتهم للهجوم على الكويبه. لكن فجاه بيجي له منظار غريب كده. في نفس اللحظه لينجلو بتظهر قصاد لين وعرفته ان العيله الحاكمه عشان تقضي على الكويبه هتستخدم ضربات عشوائيه على الارض، عشان كده لازم يهرب فورا من هنا. لكن هوب الهجوم بيبدا بضربات مميته على الارض، وبيظهر قصادهم نينج اللي قال لها مش عيب على واحده زيك تقع في حب مخلوق مقرف زي الكويبه. بس لين قال له انا هدفك، ما تاذيش حد وانا هسمع كلامك. بس نينج ضحك وقال له مفكر ان ده ذنبك انت بس؟ لا، ده ذنب تشياو كمان اللي قرر يستخدمك كأداة عشان يحارب العائله الحاكمه. وقتها لين بيتعصب وبيجري عليه والاثنين بيهجموا على بعض بقوه مرعبه. لكن طبعا نينج اقوى بمراحل، بضربه واحده منه كسح لين في الارض ونزل فيه ضرب. بس هوب لين بيطيره وبيفتكر كلام تشياو لما قال له فتحت لك كل مسارات الطاقه، ساعد نفسك انت بقى. في نفس الوقت اللي نينج بيهجم من تاني وبيكسر المكان على دماغ لين اللي بيحاول يهرب منه. الراجل اتجنن على الاخر وبيدمر المكان باللي فيه، ما كانش رحمه وناوي يقتله النهارده. كل ده ولين مش راضي يستخدم قوه الكويبه لحد ما نينج بيطلع الحجاره من الارض وبيرميها عليه. وطبعا قدر يحمي نفسه بالحاجز، لكن للاسف اهل القريه لا، الحجاره بتقع عليهم وهم بيصرخوا من الرعب وبيحاولوا يهربوا منها. ساعتها لين ما قدرش يسيطر على نفسه وبيتخيل الناس بيلوموه عشان يتسبب في دمار المكان ده. وفجاه بيتحول الكويبه وبيعمل حاجز على البلد كلها، قوه سودا مخيفه بتطلع منه وبيحاول يحميهم. بينما نينج فرح وقال له ايوه خلي الناس تشوف وش الكويبه الحقيقي. بيتحرك عشان يهاجموا من تاني، بس فجاه لين بيختفي من المكان والقوه السودا بدات تقل وبيتضح انه قادر يسيطر على قوته وبيرجع لطبيعته بمزاجه. ساعتها نينج بدا هجومه من تاني والحرب ولعت بينهم، كل واحد بيضرب التاني بكل شراسه، ضربه من هنا على ضربه من هنا والمكان بقى دمار على اخر. نينج مش رحمه وحالف لا يجيب اجله، ولين بيصد ضربته وبيطيره بعيد. في الوقت ده بيوصل تشي ولين قال له خلي اهل القريه يهربوا بسرعه من المكان قبل فوات الاوان. وتشي عرفه بالفعل ان لانج اخد اهل القريه وبعد عن مكان الهجوم وبيقول له انا هفضل معاك ومش هسيبك لوحدك. ساعتها لين بيتصدم من تشي اللي مستعد يضحي بحياته عشانه، وافتكر ازاي اتعرفوا على بعض وازاي تشي كان كل غرضه يدمر الكويبه، ودلوقتي معتبره صاحبه. وبنرجع للعائله الحاكمه وبنعرف ان طاقه الونياو اتجهزت في الابراج واتجمعت في البرج الرئيسي، ودلوقتي جاهزين على الهجوم على طول. وبالفعل القائد بيديهم الاشاره وفجاه الونياو بيظهر في كل مكان وبتتشافط ناحيه البرج الرئيسي. ولين ما استحملش وقعد يصرخ من الالم. طاقه الونياو بتزيد فوقيه من كل مكان وكل الناس مرعوبين عليه ومرعوبين من اللي بيحصل في العالم كله. وفجاه القوه بتتجمع ناحيه البرج الرئيسي والضربه القاضيه بتطلع من كل ناحيه عشان تقتل الكويبه. وساعتها بيظهر جهاز غريب في السماء ولين بيتسحب ناحيته وفجاه بتحول الكويبه وقوه مرعبه بتظهر منه وبيصرخ بألم شديد وهو حاسس طاقته بتتسحب. وهوب الونياو بتقع فيه وبتدمر المكان كله. بس الكويبه كان بيحارب وبيحاول يهرب منهم، ده حتى شكله اتغير تماما وما بقاش لين البشري، اتحول لمخلوق مرعب ورافض موته على ايد البشر. لكن هوب بيوصل لاخر الجهاز وبوم انفجار قوي في العالم كله، انفجار غطى الكوكب بالكامل كدليل على موت الكويبه. وبنروح لبطلنا اللي وقع في اعماق البحر وبيستسلم لمصيره. لكن فجاه بتظهر روح تشياو اللي بلمسه واحده بترجع له وعيه وبيفتح عينه تاني، والغريب انه لسه عايش وسط جيشه واصحابه. لكن على عكس فرحتهم لين كان زعلان ومتعصب، قال لهم رحلتنا لحد هنا خلصت، انا مش هفضل معاكم وهكمل رحلتي لوحدي، وفي يوم من الايام اتمنى نتقابل تاني. وعلى عكس حزن الكل لانجا قال له عندك حق، الاحسن نتفرق ونتقابل تاني بعد ما الامور تهدى. وبيسلم عليه وبعدها لين بيروح يودع تشي وقال له خلي بالك من نفسك، خلاص الكويبه مات. وقبل ما لين يمشي تشي بينادى عليه وبيديله رمح تشياو وبيقول له خليه معاه، وفعلا بياخده منه وبيكمل رحلته لوحده بعد ما مهمته في العالم ده خلصت وقوه الشر اللي جواه اتدمرت. ولحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا، انمي جبار ونار النار. ويلا بقى زي ما وريتك الانمي المختار اتخذ القرار وانضم لجيشنا الجبار، لان اللي جاي مستوى تاني خالص من الانبهار. واستنوا الفيديو الجاي عشان هنكمل مع بعض المشوار. وكفايه عظمه لحد كده بقى، ويلا سلام.